مسلسلنا بيبدأ مع بطلنا شيان وهو غرقان في ذكرياته القديمة ومش عارف يخرج منها، وعلى الناحية التانية بنشوف بطلتنا جين وهي راجعة بلدها بعد سنين طويلة. وهي في الطريق كذا سواق بيعرض عليها يوصلها، لكنها بتقابل صديق قديم وبتركب معاه وبتتحرك على بيتها. وعند شيان بيجيله ولد بيجري وبيقوله في بلطجية عاملين قلق بره وبيلعبوا قمار وكمان بيضايقوا طفلة صغيرة. فشيان بيخرج بكل هدوء وبيقول لهم انتوا لعبتوا كتير وخلاص، امشوا من هنا وانا هحاسب على كل الفلوس دي. فزعيم العصابة بيستفزه وبيقول له زمان كنت بتيجي تضرب طوب الارض علشان تحمي اختك اللي في ثانوي، وبيقول له دلوقتي في ايه؟ ايوه صح، اختك ما بقتش موجودة هنا. فشيان اول ما بيسمع سيرة اخته بيتعصب جدا ورجالته بيقفلوا البوابة علشان محدش يهرب. وواحد من البلطجية بيترعب وبيطلع مطوة، بس شيان بيمسك المطوة بايده من غير اي خوف. فالولد بيخاف وبيبدأ يتأسف وبيطلب السماح. فشيان بيقول له اياك تتجرأ وتقول الكلام ده تاني. والبلطجية بيهربوا بسرعة والبنت الصغيرة بتشكره وبتمشي. وبعدها بنشوف جين اللي بتوصل لبيتها القديم وبتحاول ان هي تدي فلوس لزميلها السواق بس بيرفض، فبترمي الفلوس عنده بالعافية. وهو ماشي بيسألها هو شيان يعرف انك رجعتي؟ بس هي ما بتجاوبش وبتدخل البيت تلاقيه متبهدل ومكركب جدا. وفي نفس الوقت مستر جاك بيتصل بشيان بس هو مش بيرد، فالمكالمة بتروح للمساعد بتاعه فبيدي التليفون لشيان. ومستر جاك بيعرض عليه لعب ماتش مع لاعب كبير مقابل مبلغ محترم جدا، بس شيان بيرفض العرض فورا. وهو ماشي بيقول للمساعدين بتوعه لو مستر جاك اتصل تاني قولوا له اني مت. والبنت اللي واقفه بتقول لزميلها هو ايه لقب المدير، فبيقول لها الكلب السعران. وبعدها شيان بيركب عربيته وبيروح على البيت. وفي الوقت ده جين بتدخل اوضته وبتفتح درج المكتب وبتلاقي لوحة مرسومة، فبتفتكر إن هي اللي كانت رسمها زمان وبتبدأ إن هي تنظف الأوضة وترجع كل حاجة لمكانها. وشيان بعدها بيوصل البيت وبيلاقي الباب مفتوح، فبيفتكر إن في حد من صحابه دخل من وراه كالعادة وبيدخل ويزعق ويقول انا كام مره قلتلك ما تجيش هنا وما تلمسش حاجتي. لكن فجاه بتظهر جين قدامه فشيان بيتصدم تماما وعينه بيبان فيها مزيج من الصدمه والراحه والفرحه. وبعدها بنرجع فلاش باك وبنشوف شيان وهو صغير وبيزعق لجين وهي طفله وبيقول لها ابعدي عن طريقي وما تظهريش قدامي تاني. وبنرجع للحاضر وجين بتقول له انا عملت شوربه تشرب، فبيقعدوا سوا في صمت يشربوا الشوربه لحد ما شيان بيقطع الصمت وبيسالها انت رجعتي ليه؟ فبترد بهدوء وبتقوله هو المروح للبيت محتاج سبب. فبيقول لها وده بيتك؟ فبترد وبتقول انا عشت في البيت ده اكتر من 10 سنين يبقى بيتي طبعا. وبعدها بنرجع فلاش باك تاني لسنة 1997 وبنشوف جين وهي طفلة وامها راكبين الاتوبيس ومعاهم تذكرة واحدة بس. والبنت بتستخبى لما الموظف بيجي بس بيكشفها وبيطالب بتذكرة تانية. فالام بتقوله ان البنت قاعدة على حجرها ومش محتاجة تذكرة، بس هو بيصمم وبعد كلام ومناهدة بيقول لها خلاص ماشي. وعلى الناحية التانية بنشوف شيان وهو صغير مع صحابه عند محطة الأتوبيس بيخططوا يسرقوا أي حد، وبيشوفوا جين وهي مستنية والدتها. فواحد من صحاب شيان بيقول له البنت دي شكلها معاها حاجات غالية تعالى نسرق شنطتها. لكن شيان بيكون عنده خطة تانية خبيثة، بيقول لاصحابه واحد فيكم يضايقها وانا هعمل نفسي بطل وادخل انقذها علشان تفتكرني شخص طيب. والخطه بتتنفذ فعلا وصاحبه بيضايقها فبيتدخل شيان وبيطرد صاحبه اللي بيجري كانه خايف. وشيان بيطمن عليها وبيعرض عليها يشيل الشنطه التقيله وهي بتثق فيه وبتديها له فعلا. وفي اللحظه دي امها بترجع وشيان اول ما بيشوفها بيعرف ان هي مرات ابوه الجديده لانه شاف صورتها قبل كده على كمبيوتر والده. وفجاه شيان بياخد الشنطه وبيهرب بسرعه. وبعدها جين وامها بيوصلوا البيت الجديد والاب بيرحب بيهم وبيفرج جين على اوضتها اللي هتشاركها مع شيان. وعلى العشاء بالليل شيان بيرجع البيت وبيكون جايب معاه فاكهه وابوه بيعرفه على مراته الجديده وبنتها جين. وشيان بيسلم ببرود وبيقعد ياكل. والام بتقول لبنتها وري عمك الهديه اللي جبتيها له، والشنطه اللي اتسرقت كان فيها الهديه دي. وجين بتطلع لوحه فنيه وبتديها للاب، فالاب بيفرح جدا وبيعلقها على الحيطه فورا. ووسط ده كله شيان والام واقفين مستغربين. وبالليل جين بتقول لأمها إن شيان هو اللي سرق شنطتها، فأمها بتقول لها أنت اتصرفتي بذكاء، اصبري بس لحد ما اشتغل وكل حاجة هتتصلح. وبعدها بنشوف شيان اللي بيدخل الأوضة فالأم بتخرج وشيان بيطفي النور وبيرسم خط وهمي عند سريره وبيقول لها لو عديتي الخط ده هقتلك. وبالليل شيان بيوجه المروحة كلها ناحيته وجين بتصحى حرانة بس ما بتضايقوش وبتقوم تفتح الشباك بكل هدوء وترجع تنام. وتاني يوم الصبح والد شيان بيروح يشتري سجاير، فصاحب المحل بيقول له ابنك لسه بايع لي هنا سجاير ومشروب امبارح. فالاب بيتصدم وبيرجع البيت يبهدل شيان وبيعاقبه. وبيكتشف كمان ان الهديه اللي جين جابتها شيان هو اللي كان بايعها. ولما جين بتوصل امها بتقول لها قولي لعمك انك انت اللي اديتي السجاير والمشروب لشيان علشان نلم الموضوع ونعيش كعيله. بس شيان بيتعصب وبيقول انا ما عنديش ام جديده ولا اخت جديده،
وده بيخلي الأب يتعصب أكتر. وبعدها أبوه بيشوف تمثال في الأوضة وبيحاول إن هو ينقله من مكانه علشان البنت ما تخافش بالليل، بس شيان بيمنعه بعنف لأن التمثال ده هو الذكرى الوحيدة اللي باقية من أمه الحقيقية. وفي وسط كل ده التمثال بيقع على الأرض وبيتكسر وشيان بيمشي وهو قمة في الغضب. وتاني يوم شيان بيخرج يدور على جين وهو متعصب وبيلاقيها عند النهر بتحاول تلزق التمثال المكسور وتصلحه، فبيشد التمثال من ايدها بعصبية، فالبنت بتفقد توازنها وبتقع في النهر وبتصرخ وبتطلب المساعدة، بس هو بيمشي وما بيبصش وراه. بعد كده بنشوف جين وهي بتفوق في سريرها وبتحكي لأمها اللي حصل، وأمها بتهديها وبتقول لها لو ضايقك تاني أنا مش هسيبه. وشيان بيسمع الكلام ده من بره الأوضة وبيدخل أوضته يبص للتمثال. وبعدها بنرجع فلاش باك تاني وبنعرف إن شيان هو اللي رمى نفسه في المية وأنقذ جين فعلا لما وقعت، بس هي كان مغمى عليها وما استوعبتش إن هو اللي أنقذ حياتها. وبعدها بنرجع تاني وشيان بيلف التمثال المكسور في ورق وبيشيله في الدولاب علشان يحافظ عليه كذكرى لأمه. وتاني يوم جين بتدخل الأوضة وشيان بيقول لها عمرك ما هتكوني أختي، وأنا هطردكم من هنا قريب جدا وأنت هتفضلي عدوتي. فبترد عليه بهدوء وثقة وبتقوله ما تفكرش كتير، احنا مش هنمشي وهنفضل عايشين هنا. وبعد سنتين بنشوف جين اللي بتروح لشيان كالعادة وهو بيحاول يتجاهلها، وصاحبه بيسأله هي البنت دي بتيجي هنا كل يوم ليه؟ فشيان بيرد وبيقوله أنا معيش فلوس وأبويا مهتم ببنت مراته الجديدة بس. وفجأة جين بتقرب منه وبتديله فلوس وبتقوله اتفضل عمو بعتلك الفلوس دي. فشيان بياخد الفلوس من غير كلام وهي بتمشي بكل هدوء. وبعدها بنشوف جين وهي قاعدة في الأوضة بالليل بتذاكر، وفجأة بتلاقي شيان طالع لها من ماسورة البيت وبيخبط على الشباك، فبتفتح له وهي متضايقة وبتقول له ما تدخل من الباب، طالع من الماسورة ليه؟ فبيرد عليها ببرود وبيقول لها ده بيتي وادخل الأوضة بالطريقة اللي تعجبني. وبعدين بيبص للأوضة وبيقول لها إن هي سيطرت عليها، فبترد وبتقول له أنا عايشة معاك هنا وطبيعي حاجتي تبقى موجودة زي حاجتك. فشيان بيتعصب وبيرمي شنطتها من الشباك، فجين بتقول لنفسها كل ده ولسه عقله صغير وما كبرش. وتاني يوم في المدرسة المدرسة بتقول للطلاب إن في رحلة للحديقة والاشتراك ب20 يوان، فجين بتزعل لأن المبلغ ده كبير عليها، بس بنكتشف بعد كده إن والد شيان دفع لها الاشتراك وبتروح الرحلة فعلا. وهناك جين بتجري وتلعب، فشيان بيمسكها وبيقول لها ما تجريش يمين وشمال، انت هنا مسؤوليتي ولازم تفضلي جنبي. وهم راكبين عربية الملاهي الكهربائية سلوك الكهرباء فوقهم بتطلع شرار، فشيان بيترعب وبيترعش من الخوف بشكل غريب جدا. وجين بتلاحظ ده وبتلاقي ان هو مش مستمتع زي باقي الناس، فبتقوم تنزل من اللعبة وتجري. وفي يوم تاني جين بتكون راجعة من المدرسة وبتسمع صوت تكسير وصريخ جاي من بيتهم، واللمبة بره عمالة ترعش وتطفي وتنور، وبتبص من ورا الباب وبتشوف صدمة عمرها. الأب بيعذب شيان وبيديله صعقات كهربائية، والأب بيصرخ فيه وبيقوله أنا عارف إنك مش ابني الحقيقي وأمك خانتني زمان. فجين بتترعب وبتهرب من المكان وبتفهم فورا ليه شيان كان خايف من شرار الكهرباء في الملاهي، لأنه بيتعرض للتعذيب بالكهرباء من أبوه. وبالليل بتعمل أكل وبتروح أوضته علشان تديهوله، وشيان كان تعبان جدا ومن كتر الألم ما كانش قادر يتعرف عليها في الأول، وبتبدأ تأكله بإيديها بكل حنان، وده بيخليه يفرح ويقول لها من النهارده مش هضايقك تاني أبدا. والأيام والسنين بتعدي والأبطال بيكبروا، جين بقى عندها 16 سنة وشيان وصحابه عندهم 18 سنة، وبيبدأوا إن هما يشتغلوا بعد المدرسة. ووالدة جين بتشتغل في شركة، وعشان تحافظ على منصبها بتدخل في علاقة مشبوهة مع مديرها. وفي يوم عيد ميلاد جين الأم بتاخدها محل مجوهرات وبتطلب منها تختار أنسيال، بس فجأة بيجيلها تليفون من الشخص ده وبيطلب إن هو يقابلها فورا. فالأم بتجري وبتسيب بنتها في المحل من غير ما تشتري لها حاجة، فالبنت بتزعل جدا لأن أمها ما عندهاش وقت ليها حتى في يوم عيد ميلادها. فجين بتروح تشتري كيكة صغيرة بنفسها، وهي راجعة بتقابل شيان في الطريق وبتداري الكيكة ورا ظهرها، ومحدش فيهم بيكلم التاني. وفي نفس الوقت صاحب شيان بيشوف أم جين وهي داخلة فندق مع الراجل ده، وشيان نفسه كان شغال في الفندق ده وبيشوفهم مع بعض، وبيحذر صاحبه وبيقوله إن جين لازم ما تعرفش أي حاجة عن الموضوع ده. وبالليل جين بتكون قاعدة لوحدها وبتطفي الشمع وبتتمنى إن عيد ميلادها الجاي ما تكونش لوحدها. وأول ما بتطفي الشمعة شيان بيدخل وبيقول لها أنت فاضية بكرة بالليل؟ فبتقول له لأ، فبيرد وبيقول لها تمام ذاكري كويس وكل سنة وانتي طيبة. فالبنت بتفرح جدا بجملته، والأم بترجع متأخرة جدا وبتبدأ تمسح الروج وتشيل الحلقان علشان بنتها ما تشكش في حاجة، وبتعتذر لها انها ما سابتلهاش وقت، بس جين ما بتشتكيش. وتاني يوم في بلطجية بيروحوا لشيان وبيطلبوا منه ياخدوا المركب الكبيرة بتاعته علشان يروحوا يضربوا ناس بيها، وشيان بيضطر ان هو يوافق تحت التهديد والضغط.
وفي نفس الوقت الأم بتكون واخدة بنتها جين في حفلة على يخت كبير تبع الشركة بمناسبة صفقة جديدة، والحفلة كانت مليانة شرب والريحة تعبت جين جدا، بس أمها ما كانتش مهتمة وعمالة تلف بيها على الناس. فجين بتسيب الزحمة وبتقف على طرف اليخت لوحدها، والبلطجية بيوصلوا بالمركب لليخت وبيبدأوا يكسروا الحفلة ويضربوا الناس، وشيان بيكون معاهم بس ما بيكونش عاوز يدخل اليخت لحد ما بيلمح راجل بيضايق جين. فشيان بيمسك شومة وبيدخل اليخت فورا علشان يحميها وبياخدها في ايده وبيهربوا من وسط كل ده. وفي الوقت ده زميل الأم بياخدها وبيهربوا في مركب تانية، وجين بتصرخ وبتنادي على أمها بس الأم ما بتسمعهاش وبتسيبها وبتمشي. وشيان بياخد البنت وبيركبوا لانش سريع وبيهربوا بيه في المية، والبنت بتحضنه جامد وهي خايفة. وبالليل بيوصلوا للشاطئ وشيان بيديها الجاكيت بتاعه تنشف بيه شعرها وبيقول لها ترجع البيت، بس هي بتقوله وهي زعلانة أمي مش مهتمة بيا، ولو مهتمة ما كانتش سابتني هناك ومشيت. وبعدها بيرجعوا البيت سوا بس بيلاقوا صوت زعيق وخناق جوه، فالبنت بترفض ان هي تدخل وبتقول ان هي جعانة، فبيروحوا علشان ياكلوا وجين بتشوفه بيشرب وبتعوز ان هي تجرب، بس هو بيرفض وبيقول لها لما تكبري الأول، وبيجيب لها حاجة ساقعة. وهم راجعين بتتحجج إن هي عاوزة تاكل فاكهة علشان تأخر الوقت، فبيشتري لها فعلا، والساعة بتيجي واحدة بالليل وبيجبرها إن هي ترجع البيت. وأول ما بيوصلوا بيسمعوا أمها وهي بتتخانق مع والد شيان وبتقول بصوت عالي أنا مش خايفة على بنتي، أنا خايفة لو جرالها حاجة الناس تلومني والشرطة تقبض عليا. فجين بتسمع الجملة دي وقلبها بيتكسر لأن أمها خايفة على نفسها ومش خايفة عليها، وشيان بياخدها بسرعة وبيمشي بيها بره المكان علشان ما تسمعش أكتر من كده. وبعدها بنشوف شيان وهو بيأكل جين علشان يهون عليها وبيقول لها مش كل الأهالي في الدنيا بيبقوا كويسين، فليه إحنا نشيل ذنب ونبقى مجبرين نكون عيال مثالية. وبيبدأوا يتكلموا عن مستقبلهم، وجين نفسها تذاكر وتعتمد على نفسها، وشيان نفسه يدخل أكاديمية الشرطة، فجين بتعمل له تحية عسكرية وده بيفرحه جدا، وبعدها بيساعدها تطلع أوضتها من على المواسير. وبعدها شيان بيبدأ يتمرن ويجري علشان اختبارات أكاديمية الشرطة، وجين بتكون مركزة في المذاكرة. وبما إن شيان شاب وسيم ففي بنات في المدرسة بيغيروا عليه، وفي يوم بيحاصروا جين وبيسألوها انت لازقة فيه ليه، فبتقول لهم أنا أخته، فما بيفهموش وبييجوا يتخانقوا معاها، بس شيان بيظهر في الوقت المناسب وبياخدها وبيمشي. وفي يوم البنات دول بييجوا يضايقوها وهي بتاكل، بس اصحاب جين في الفصل بيتدخلوا وبيقعدوا مكانهم وبيقصفوا جبهة البنات. وبالليل شيان بيطلع لها من الشباك وبيجيب لها اكل وبتسأله عن امتحانه، فبيقول لها الاختبار البدني قرب خلاص، فبتتمنى له التوفيق. وتاني يوم صاحب شيان بيجري على شين في المدرسة وبيقول لها ان شيان ما طلعش من البيت وما راحش الامتحان، فبيروحوا جري على البيت وبيكتشفوا هناك ان ابوه رابط ايديه ورجليه وقافل عليه الأوضة علشان يمنعه يروح المقابلة لأن هو مش عاوزه يبقى ضابط شرطة. وجين بذكاء بتعطل الأب في الكلام بره، وصاحب شيان بيحدف له مطوة من تحت الباب، فشيان بيقطع الحبل وبيهرب من الشباك. وفي نفس الوقت صاحبه التاني في لجنة الامتحان بيترجى الضابط يديله 5 دقايق زيادة، بس الضابط بيرفض والعربيات بتتحرك، وشيان بيوصل متأخر والحلم بيضيع في آخر لحظة. وشيان بعدها بيرجع البيت وبيلاقي أبوه قطع له ورق الامتحان وبيقول له مش هتبعد عني وتشتغل ضابط، فشيان بيتعصب وبيقول له مالكش حق تتحكم في حياتي، بس أبوه بيطلع سلوك الكهرباء علشان يعذبه زي كل مرة. بس شيان المرة دي بيمسكه يرميه في الأرض وبيشيل المكوى علشان يضربه بيها، بس بيتراجع في آخر ثانية وبيقول له أنا عمري ما هكون شخص مجرم زيك، وبيرمي كل حاجة وبيسيب البيت وبيمشي. وبعدها شركة أم جين بتقفل وبتنكشف إن هي شركة نصابة بتسرق الناس، وجين بتروح المستشفى وبتكتشف إن الأب جاتله جلطة في المخ بسبب الخناقة، والأم بتيجي المستشفى وتعمل فضيحة علشان مش عاوزة تدفع مليم في المصاريف، وبترجع البيت تدور على دفتر توفير الأب علشان تسرقه. وتاني يوم شيان بيجي المستشفى وبيدفع الحساب والأم بتقعد تلومه، بس فجأة قلب الأب بيقف والدكاترة بيحاولوا بصدمات الكهرباء والإنعاش بس بيموت، وشيان بيتكسر من جواه، وجين بتمسك إيده وبتواسيه ودموعه بتنزل لأول مرة. وبعد العزا شيان بيستلم شغل أبوه محله، وصاحبه بيقوله إن الناس بتدور على أم جين علشان الفلوس اللي نصبت عليها، والأم بتاخد بنتها وبيروحوا يسرقوا خزنة الشركة، وبتقول لبنتها احنا لازم نهرب وأنا هحطك في مدرسة داخلية، فالبنت بتجيلها كوابيس إن أمها بتسيبها. وتاني يوم الأم بتتصل بجين في المدرسة وبتقول لها معاكي 30 دقيقة لمي حاجتك وقابليني عند موقف الأتوبيسات علشان نهرب. وبنكتشف إن الأم هربت فعلا، بس الصدمة الأكبر إن هي هربت بعد ما استلفت قروض وضمانات باسم والد شيان الميت ودمرت البيت. وشيان بيعرف وبيروح لجين في الموقف وهو متعصب وبيزعق فيها وبيرمي لها فلوس وبيقول لها مش عاوز أشوف وشك تاني انتي وأمك، وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بنشوف جين اللي بتقدم في سكن طالبات، وفي نفس الوقت شيان بيخسر بيته ومحله بسبب ديون وقروض الأم، وبيبدأ يشتغل في الشارع ويلم خردة وزبالة علشان يبيعها ويكسب لقمة عيش. وهو بيلم الخردة بينقذ راجل من بلطجية وبيهربهم في حتة تانية، فالراجل ده بيشكره.
وبيقوله لو احتجت حاجة تعالالي. وفي يوم الناس اللي ليهم فلوس بيحاصروا جين في البنك، بس شيان بيظهر وبينقذها ويهرب بيها، وبيقول لها بعصبية أمك وهي هربانة خدت معاها شهادات التخرج بتاعتي ودمرت لي مستقبلي. فالبنت بتحاول تكلم أمها بس التليفون بيكون مقفول، والناس بيحاصروها تاني فبتهرب وبتروح سكن الطالبات وهي معهاش حتى لبس تلبسه. وبعدها جين بتتسحب بالليل وبتدخل أوضتها من على المواسير علشان تاخد لبسها، وشيان بيحس بحركة وبيدخل بالشومة وهو فاكر إن هي حرامي، وأول ما بيشوفها بيقول لها تقف بس هي بتاخد لبسها وبتمشي وهي زعلانة. وتاني يوم شيان بيبعت لها شنطة فيها لبس شتوي تقيل للسكن، فالبنت بتستغرب هو ليه لسه مهتم بيها، وبتروح له المحل اللي بقى شغال فيه وبترجع له الشنطة، بس هو بيرفض ياخدها فبترميها وبتمشي. وبعدها بتبدأ تلم أزايز وكنز من الشارع علشان تصرف على نفسها، فشيان بيشوفها وبيقول لها بصي لشكلك انت ما بتاكليش، فبتزعق وبتقول له مش عاوزه عطف من حد. وبالليل شيان بيبلغ الشرطه عن البلطجيه اللي كانوا بيطاردوا جين وبيقبضوا عليهم، والظابط بيفتكر حلم شيان القديم وان هو كان نفسه يبقى ظابط، وشيان بيزعل على حلمه اللي ضايع، والظابط بيطلب من مراته توصل جين للسكن. وفي الطريق الست بتهون عليها وبتقول لها ذنب امك مش ذنبك انت مالكيش دعوه بجرايمها، وبتديها رقم تليفونها علشان لو احتاجت حاجه. وبعدها المدرسة بتعلن إن سكن الطالبات هيقفل أسبوعين علشان تجديدات، فجين بتتبهدل في الشارع وما بتلاقيش مكان تروح فيه، فبتضطر تروح تقف قريب من بيت شيان بس بتمشي من غير ما تكلمه. وجين بعدها بتلاقي شغل في سايبر نت، وصاحب شيان بيشوفها وبيجري يقوله، فشيان بيرجع ينظف بيته كله ويخليه زي الفل على أمل يرجعها. وتاني يوم بيروح لها وهي بتلم كنز من الشارع ويساعدها، فبتزعق وبتقوله أنا مش عيلتك، فبيعتذر لها وبيقول لها أنا كنت متعصب، أرجوكي ارجعي معايا البيت انت عيلتي. فالبنت بتعيط وبيحضنوا بعض وبيرجعوا البيت، وبعدها بيرجعوا يعيشوا سوا وبياكلوا اندومي على ضوء الشموع لان النور كان قاطع عشان الفواتير. وجين بتغير قصة شعر شيان وبتعجبه جدا، وبيبداوا يشتغلوا سوا في لم الحديد والألمونيوم من المباني القديمة ويقسموا الفلوس، وشيان بيرفض مساعدة صحابه علشان عارف ظروفهم. وبعد 3 شهور المدرسة بتقول لجين ان مصاريف الترم الجديد لسه ما اتدفعتش، رغم ان امها كذبت وقالت ان هي دفعتها. وجين بتقول لشيان وهو بيطمنها بس بيكون شايل الهم علشان يجيب فلوس بسرعة. وشيان بيبدأ يلعب ماتشات تنس مراهنات في النادي، وفي راجل غني اسمه مستر جينج بيعجب بلعبه جدا. وفي البيت جين بتلاقي سلوك الكهرباء القديمة اللي الأب كان بيعذب بيها شيان فبترميها في الزبالة فورا. وبعدها شيان وهو راجع بالفلوس في بلطجية بيثبتوه وبيضربوه علقة موت علشان ياخدوا الفلوس، بس هو بيمسك فيها بإيده واسنانه وبيرفض ان هو يسيبها لحد ما مستر جينج بيظهر فجأة والبلطجية بيهربوا. وبعدها بيرجع البيت متبهدل وجين بتتخض لما بتشوفه، فبيكذب وبيقول لها وقعت في الطريق وبيديها الفلوس. فالبنت بتدهن له مرهم على جروحه وبيقعدوا ياكلوا وهو بيمدح في اكلها. وبتعدي سنه كامله وشيان بيقول لها انه هينقل يشتغل في منطقه تانية عشان فلوسها اكتر، فبتقلق وبتقول له المكان ده خطر بس هو بيطمنها. وبالليل البنت بيجي لها مغص شديد وبياخدها المستشفى وبيطلع عندها تسمم غذائي، وتاني يوم بيبعت لها انسيال كهديه حظ وتفاؤل. وهو في الشغل الجديد بيحل خناقه بهدوء من غير ضرب، فمستر جاك بيعجب بيه جدا. وبعدها بيرجع البيت وبيلاقي جين تعبانة جدا فبياخدها جري على المستشفى، والدكاترة بيقولوا إن هي عندها مشكلة خطيرة ولازم عملية فورا. فشيان بيقول لهم يعملوها بس الدكتور بيرفض يمضيه على إقرار العملية لأن هو مش أخوها الشرعي. وفي اللحظة دي بيوصل الضابط ومراته، والضابط بينزل إقرار على مسؤوليته. وبره الأوضة الضابط بيعرض عليه تاني يقدم في الشرطة بس شيان بيرفض بهدوء، والعملية بتنجح والست بتساعد جين إن هي تغير لبسها، وشيان بيدخل يطمن عليها. وبعد ما جين بتخف وترجع المدرسة بتتفاجئ بأمها مستنياها، وبتقعد معاها في كافيه وبتعيط وبتقول لها سامحيني كان غصب عني، أنا اتجوزت راجل غني جدا وسددت كل ديوني وعاوزاكي تسافري معايا بره تكملي تعليمك وعيشك عيشة مرتاحة. وبعدها أمها بتوصلها البيت وبتديها هدية، وشيان بيكون واقف بره وسامع كل حاجة وعرف إن أمها راجعة علشان تاخدها. وعلى العشاء بالليل جين بتقوله إن أمها رجعت ووعدت إن هي تسدد كل فلوسه، فهو بيتصدم وبيسكت. وشيان بعدها بيروح يقابل الأم لوحده وبيقول لها أنا مش عاوز فلوس بس خلي بالك من جين وإياكي تكذبي عليها تاني، وبيمشي. وتاني يوم أمها بتاخدها وبيروحوا يشتروا حاجات وبيقابلوا شيان، فأمها بتقوله بطريقة تعالى اشتري لك حاجة مكافأة ليك علشان خدت بالك من بنتي السنين دي كلها، بس هو بيرفض ببرود وبيمشي. وبالليل جين بتقف ورا باب أوضة جيان وبتقوله وهي بتعيط أنا قررت أسافر مع أمي لأن أنا مش عاوزة أكون حمل تقيل عليك تاني.
وانت بتخاطر بحياتك وبتشتغل شغل خطر بسببي، مش عاوزاك تأذي نفسك عشاني. وشيان بيسمعها من ورا الباب وبيكون حزين جدا وما بيقدرش ينطق بولا كلمة. وبعدها بنشوف جين مع أمها في محطة القطر، وأمها جايلها تليفون وبتقول لبنتها إن في مستثمر غني هيرعاها ويسفرها بره ولازم إن هي تقابل ابنه. بس جين بترفض تماما وبتقول لها أنا مش هسافر، أنا في تانية ثانوي ودرجاتي ممتازة وهعتمد على نفسي. وبتسيب الشنط لأمها وبتطلع بره المحطة، فبتلاقي شيان مستنيها بره وبيتفاجئ إن هي ما سافرتش، فبتقرب وبتحضنه وبتقوله أنا لقيت بيتي وعيلتي الحقيقية من زمان، وبتكون تقصده هو. فبيفرح جدا وبياخدها على الموتوسيكل وبيرجعوا البيت. وبعدها في المدرسة بيتعمل حفلة تسليم أنسيال الحظ، وبما إن جين الأولى فبتطلع تقول خطاب، وكل الأهالي بيلبسوا عيالهم الأنسيالات إلا هي محدش جالها، ولسه المدرس هيلبسها بس بيدخل شيان وبيلبسها لها بنفسه وبيطيرها من الفرحة. والمدرس بيقول لشيان إن مجموع هيدخلها أعلى الجامعات. وفي وسط الحفلة شيان بيلمح رئيس الفصل وهو بيتصور مع جين فبيغير عليها جدا، وبيروح للولد وبيقول له احنا في سن مذاكرة ومستقبل فبلاش تشغل نفسك بحاجات تانية. فالولد بيفهم الإشارة وبيقول له ما تقلقش احنا مجرد زمايل دراسة، وبيقول له إن هم مسافرين سوا في مدينة تانية علشان مسابقة الرياضيات وهيقعدوا هناك كام يوم. فشيان بيتضايق جدا. وبعدها شيان بيبدأ يشتغل مع رجل أعمال كبير اسمه مستر جي تبع مستر جينج. وفي الحفلة بيظهر بنت غنية اسمها ليندا متربية بره وما بتفهمش صيني كويس، ومستر جي بيفشل يقنعها بصفقة شغل بسبب اللغة. فبيدخل شيان وبيتكلم انجليزي مكسر وبيترجم بينهم، فليندا بتعجب بيه جدا وبتوافق على الشغل. وهم راجعين في العربية ليندا بتسأله انت عندك صديقة؟ فبيقول لها لا بس عندي بنت في البيت واخد بالي منها. فبتديله اسطوانة فيلم تايتانيك وبتقول له شوفه علشان يحسن الانجليزي بتاعك. وبعدها بتنزله قدام المدرسة، وجين بتشوفهم وهم قريبين من بعض فبتغير جدا وبتقلب وشها عليه طول الطريق وما بتكلموش. وبعدها بيروحوا علشان ياكلوا، وشيان بيقرب منها وبيمسح حاجة من على وشها فبتتوتر جدا وقلبها بيدق. فبيحاول يسألها بطريقة غير مباشرة عن الرحلة مع رئيس الفصل بس ما بتجمعش معاه كلام. وبعدها في السوق شيان بيسمع أم رئيس الفصل وهي بتزعق لابنها وبترفض جين علشان عيلتها فبيتضايق. وبعدها بيشيل جين على كتفه وسط الزحمة علشان تلمس راس التنين. وبعدها بيروحوا المعبد والودع بيطلع ملوش إجابة فبتزعل، فبيعمل الودع علشانها وبيطلع نفس الحاجة. وبالليل جين بتدخل أوضته وبتحط تحت مخدته حجاب حظ وبتقول له اوعى ترميه. وفي الشغل الشرطة بتيجي على المحل علشان فيه بلاغ بمشروبات مغشوشة، فشيان بيتعاون معاهم بكل ثقة وبيفتح الأوض المقفولة وما بيلاقوش حاجة. وبعد ما الشرطة بتمشي شيان بيمسك المدير وبيديله المشروبات المغشوشة وبيطرده بره المحل وبيهدده وبيقوله لو هتعمل الشغل ده يبقى اعمله بره مكاننا. وفي ليلة راس السنة الضابط ومراته بييجوا يتعشوا معاهم وبيعلنوا إن هما هيتجوزوا السنة دي. وبالليل الضابط بياخد شيان على جنب وبيحذره وبيقوله سيب الشغل ده لأن المكان ده خطر عليك، بس شيان بيرفض لأن هو محتاج الفلوس. وتاني يوم قدام المدرسة شيان بيلمح راجل غريب بيراقب المدرسة وبيتكلم في التليفون فبيمسكه وبيستجوبه، بس جين بتتدخل فالراجل بيهرب. وبعدها تليفونه بيرن وبتكون ليندا وبتقوله وحشتني، وجين بتسمع وبتقلب وشها وبتمشي. وشيان بيروح الشغل وبيشرب كتير من الخنقة وصاحبه بيقوله صاحب لك واحدة علشان تفك. فليندا بتتدخل وبتقول لك ونانا فبيرفض وبيقول لها مش بفكر في الارتباط حاليا. وتاني يوم جين بتلبس فستان شيك وبتحط روج وبتقول له انا رايحه الحديقه مع يونج. وبعدها بنشوف ليندا اللي بتصورهم وبتركب مع شيان لعبه، ومن بعيد بيبان لجين كأنهم قريبين من بعض فالغيرة بتاكلها أكتر وبتنكد عليهم في الغدا. وتاني يوم شيان بيروح يصالحها وبيديها هدية فبتتعصب وبتقوله روح اديها لصاحبتك ليندا، فبيقول لها ليندا مش صاحبتي فبتفرح جدا وبتضحك. وبعدها بتفتح الهدية وبتلاقيه حلق جميل جدا، وهو بيقول لها لما تزعلي تعالي قوليلي على طول بلاش نظام السكات ده. وتاني يوم شيان بيروح موقع البناء بتاع ليندا وبيكتشف إن المقاولين ما بيبنوش حسب الخريطة والتصميم الأصلي وبيكون فيه غش في المباني. وعلى العشاء شيان بيتأخر على إنه يروح ياخد جين من المدرسة لأنه مشغول في حوار الموقع، وبيقعد يشرب مع مستر جي اللي بيعرض عليه شغل دائم ومعاه فلوس كتيرة بسبب أمانته وشطارته. وشيان بيقوله المكان اللي فيه فلوس كويسة هكون فيه. وبعدها بنشوف شيان وهو راجع البيت وبيقابله مستر جينج وبيحذره وبيقول له خد بالك وركز جدا في مشروع البناء لأن مأمورين الضرائب جايين يعملوا تحقيق في الميزانية، وبيطلب منه كمان يراقب مستر جي. وجيان بيرجع البيت وهو تعبان جدا من الشغل والشرب، فجين بتخاف عليه جدا وبتهتم بيه وبتقوله بلاش تشرب كتير كده علشان صحتك ما تتبهدلش. وتاني يوم بيكون يوم التخرج بتاع جين من المدرسة،
وكل الطلبة بيمضوا لبعض على اليونيفورم للذكرى، ورئيس الفصل بيجي يمضيلها وبيطلب جاكيت المدرسة بتاعها علشان يمضي عليه، بس هي بتكذب عليه وبتقوله ما جبتوش معايا لأنها كانت عاوزة أول إمضة وتذكار على الجاكيت يكون بتاع شيان وبس. وفي نفس الوقت مستر جينج ومستر جي قلبين الدنيا وقلقانين جدا لأن لجنة التحقيق الضريبي حاطة عينها على المشروع وممكن تيجي في أي وقت. وشيان بعدها وهو قاعد في موقع البناء بيفتح الكمبيوتر وبيشوف نتيجة امتحانات جين وبيلاقي إن هي جابت درجات عالية جدا، فبيطير من الفرحة وبيكلمها في التليفون يبارك لها وبيسألها نفسك تدخلي مجال إيه، فبتقوله لسه ما خدتش قراري، المهم أكمل تعليمي. وبالليل في البيت جين بتسمعه وهو بيكلم ليندا في التليفون وبيقول لها هاجي المطار بكرة ودعك، فالبنت الغيرة بتاكلها تاني وبتدخل عليه وبتقوله أنا كمان هاجي المطار معاك، فبيستغرب وبيقول لها المطار بكرة مش النهاردة. فعشان تغير الموضوع بتطلع الجاكيت وبتقوله ساعدني في المذاكرة وانزلي هنا، فشيان بيمضيلها على الجاكيت، واللقطة دي بالنسبة لها كانت أحلى هدية في الدنيا. وتاني يوم في المطار ليندا بتحذر شيان وبتقوله التحقيقات في القضية هتبدأ وممكن تتدبس في الحوار ده، أنا معايا تذكرتين تعالى سافر معايا بره واهرب. بس شيان بيرفض تماما وبيقول لها مش هقدر لأن جين عندها امتحان قبول الجامعة ولازم أكون معاها وأوصلها، فليندا بتفهم موقفه وبتودعه وبتسافر. وبعدها بياخد جين وبيوصلها لجنة الامتحان، وقبل ما تدخل بتحضنه وهو بيفضل واقف مستنيها بره طول اللجنة وماسك في ايده بوكيه ورد، وأول ما بتطلع بتجري عليه وبتحضنه وبتقوله حليت حلو جدا. وهما بياكلوا فاكهة في البيت بيسألها لو جبتي مجموعة هتدخلي جامعة في أنهي مدينة، فبترد وبتقوله هدخل جامعة هنا قريبة لأني مش عاوزة أبعد عنك خالص. وبعدها بتشوف خطيبة الضابط اللي بتقيس فستان الفرح وجين بتصورها، فبتخلي جين تقيس فستان هي كمان وبتسألها انت بتحبي حد، فجين بتتكسف وبتقول لها ايوه تقريبا بحب حد. وفي نفس الوقت الضابط وشيان بيبقوا بينقوا دبل الفرح، فالضابط بيسأله انت كمان بتحب حد، فشيان بيسرح وبيفكر في جين بس بيخبي مشاعره وبيقول لا. وبعدها الأربعة بيقعدوا يتغدوا سوا، والضابط وخطيبته بيلاحظوا الاهتمام اللي بين شيان وجين، فالضابط بيسألها هتدخلي جامعة فين، فبتقوله هنا في نفس المدينة، فالضابط بيستغرب وبيقول لها بس درجاتك عالية والمدينة دي صغيرة، ليه ما تروحيش جامعة في مدينة أكبر؟ فهنا شيان بيتدخل بسرعة وبيقول أنا مش عاوزها تبعد عني، فالضابط بعدها بياخد شيان على جنب علشان يتكلموا في حوار الشغل والخطورة، بس شيان بيخبي على جين لما بتسأله. وبعدها بنشوف شيان وجين اللي بيكونوا راكبين البيتش باجي وهو بيفتكر كلام الضابط اللي نصحه يسيب البنت تسافر وما يقفش في طريق مستقبلها. وبعدها البيتش باجي بيعطل والمطرة بتمطر فبيقفوا يستخبوا، وجين بتقوله إن هي مش عايزة تبعد عنه بس هو بيكون مصر إن هي تسافر علشان مستقبلها، وفي الآخر بيعترفوا بمشاعرهم لبعض. وبعد ما المطر ما بيخلص والبيتش باجي بيتصلح بيرجعوا البيت، وجين بتكون مكسوفة والاتنين بيحاولوا إن هما يهربوا من نظرات بعض. وبعدها شيان بيروح الموقع والمدير بيبلغه إن الشغل واقف مؤقتا، وشيان بيدي العمال فلوسهم المتأخرة، والعمال بيعترضوا على وقف الشغل بس هو بيمشي لأن مش في إيده حاجة. وهو راجع مع المدير بينزل يروح الحمام، فشيان بيفتكر تلميحات قديمة وبيفتح الشنطة اللي في العربية وبيلاقي ملفات تهريب ضريبي تخص مستر جي وبيقراها. وبعدها شيان بيقابل مستر جينج وبيقول له إن مستر جي ناوي يهرب بسبب الضرايب، فمستر جينج بيفاجئه بوجود كاميرات مراقبة مخفية وبيديله ساعة غالية وملفات تانية لأنه الوحيد اللي بيثق فيه. وبعدها بنشوف جين اللي بتغني أغنية مؤثرة في حفلة تخرجها والكل بيتأثر، وبعدها بيحتفلوا وبيلعبوا، وزميلها في الفصل بيقدم لها ورد وبيعترف بحبه بس هي بترفضه وبتقول إن هي بتحب شخص تاني. وبعدها شيان بيوصل في لحظة الرفض وبيقلع الساعة الغالية، فجين بتشوفه وبتجري وبتسأله جاي ليه بس بيقاطعهم دخول مستر جي وهو شارب، فشيان بياخده وبيمشي بسرعة. وبالليل جين بتقوله إن الناس بره بتقول على مستر جي ورجالته إن هم بلطجية، فهو بيطمنها وبيقول لها ما تفكرش كتير. وبعدها شيان بيفتكر اتفاقه مع مستر جينج إنه هيساعده لآخر مرة مقابل إنه يهرب مع أخته لمدينة تانية، ومستر جينج بيسأله قلعت الساعة ليه وبيقوله إن هي غالية على عيشته. وفي اسم الشرطة الضابط وين بيلاقي دليل قوي بجديد ضد مستر جي في قضية تهريب الكحول، ومستر جي بيعرف إن الشرطة مسكت شحنته وبيتجنن، بس مستر جينج بيهديه وبيقوله على خطة جديدة، والخبر بينتشر في التلفزيون. وبعدها الدنيا بتمطر وجين بتخاف وبتكلمه، فبيجي ينام جنبها وبيطمنها وتليفونه بيرن ومستر جينج بيطلبه، بس جين بترفض ان هو ينزل، فبيوعدها ان هو هيرجع قبل ما نتيجتها تظهر وبيمشي. وشيان بيقابل مستر جينج اللي بيحمسه يخلص المهمة دي علشان يمشي، وشيان بيبقى عايز يخلص بسرعة علشان يلحق النتيجة. وبعدها بنشوف جين اللي بتكون في السايبر بتفتح نتيجتها، وفجأة بنرجع فلاش باك لبيت بيتحرق وهي بتصرخ باسم شيان والشرطة بتخرجه من النار. وبعدها بنرجع فلاش باك تاني في المطار وشيان بيجبر جين ان هي تسافر وبيجرحها وبيقول لها مفيش حب بينا، فبتضربه بالقلم وبتمشي وهو بيقول لها ما ترجعيش الا لما اطلبك.
وبعدها بنرجع للحاضر بعد 6 سنين، وشيان بيحاول يحجز لها تذكرة طيران بس سلك التليفون بيكون مقطوع، وهي بترفض تديله السلك وبتعاند وبتقوله مش ماشية. فشيان بيلم هدومها وبيطلعها بره، فبتقوله لو رميتها هقعد بهدومك انت، وبتسيب حاجتها وبتدخل الأوضة. وبعدها شيان بيسألها تاني هتمشي امتى، فبتقوله لما اجازتي تخلص، وبتطلب منه ولاعة علشان تشرب سيجارة، فبيستغرب وبيسألها من امتى، فبتقوله من 6 سنين انا اتغيرت وده المستقبل اللي انت اخترتهولي. وتاني يوم صاحب شيان بيجيله المحل وبيلاقيه نايم في الصالة، وبيلمح له ان السبب هي جين، بس شيان ما بيردش. وبعدها بنشوف جين اللي بتروح تقابل الراجل الكبير اللي كان في الحريقة، والراجل بيعتذر لها وبيقول لها شيان زمان دخل النار علشان ينقذ ملفات تحميها من عصابة نصب، فجين بتديله فلوس وبتمشي. وبعدها بنشوف جين اللي بتركب معاه العربية فجأة وبتقوله يلا نروح نشتري طلبات للتلاجة بطريقة طبيعية كأن مفيش حاجة. وفي البيت اللمبة بتبوظ وهو بيصلحها، ولما بتسأله رايح فين بيقول لها ورايا ميعاد مع صاحبتي علشان يضايقها، فبترد ببرود وبتقوله انا سألت عادي مش جاية وراك. وبعدها بنشوف مستر جينج اللي بيكون قاعد مع شخص جديد وبيخططوا لصفقة أو خطوة كبيرة جاية، وشيان بعدها بيكون قاعد مع صحابه وبيجيله رئيس العصابة القديم وبيمثل عليه وبيعتذر له وبيعرض عليه يدمجوا المحلات ويديله 30% أرباح، بس شيان بيرفض. فالراجل بيتعصب جدا وبيقول له فكر كويس عاوزني صاحب ولا عدو. وبعدها البنت الجديدة تالا تظهر في المكان، وزعيم البلطجية بيحاول إن هو يجبرها تشرب، بس شيان بيتدخل فورا وبيشرب الكاس مكانها علشان يحميها. والبلطجية بعدها بيمشوا وشيان بيتعب جدا بسبب كتر الشرب، وتالي بتعرض توصله بس هو بيرفض وبيقول لها أخوكي بيدور عليكي وبيمشيها، وصاحبه يونج هو اللي بيسنده ويروح بيه. وبعدها بيوصلوا عند البيت وشيان بيرفض يدخل بالمنظر ده علشان جين ما تشوفوش، وصاحبه وهو رايح يجيب له ميه بيقابل جين وهي بتشتري حاجه وبيحكي لها على حالته، فبتجري عليه وبتدخله البيت. وجوه البيت شيان وهو مش في وعيه بيرفض يدخل الأوضة علشان هي موجودة، وبيقع ينام مكانه في الصالة. وتاني يوم الصبح بيصحى وما بيلاقيهاش في البيت، وشيان بعدها بيروح مشوار وبالصدفة بيشوف جين وهي في معرض عربيات، فبيستخبى وبيراقبها وبيكتشف إن هي بتشتري عربية، فبيشك إنها ناوية تقعد في المدينة لفترة طويلة مش مجرد أجازة. وفي المحل شيان بيحكي لصاحبه يونج، ويونج بيقترح عليه يكلمها بس شيان بيقول معيش رقمها، فيونج بيهزر معاه وبيضغط عليه، فشيان بيبعت لها رسالة بس هي بترد وبتقول له انت مين، فهو بيتضايق جدا. وبعدها بنشوف جين اللي بترجع البيت وبتلاقي شيان طبخ لها كل الاكلات اللي بتحبها، وبتستغرب لان هو كان بطل طبخ. وبيقعدوا ياكلوا وبيسالها بوضوح هتقعدي هنا قد ايه، فهي بتقوله انا رجعت بيتي ايه اللي يخليني امشي، فشيان بيتضايق وبيسيب الاكل وبيخرج. وبعدها شيان بتبعت له رساله ان ايديها اتعورت وعاوزاه يغسل المواعين، فبيدخل يغسلهم، ولما بتوريه التعويره بيهزر معاها وبيقول لها لو كنت اتاخرت كانت خفت لوحدها، فهي بتزعل وبتمشي. وتاني يوم شيان بيصلح شباك اوضتها وهي بتراقبه بحب، فبيتحرج وبيطلب منها ان هي تجيب له ميه، وفجاه الباب بيخبط وبيكون صاحبه يونج وبيكون جاي مخضوض وبيقول له ان في مصيبه في المحل، فشيان بيمشي معاه بسرعه. وبعدها بيروحوا المحل وبيلاقوا زعيم البلطجيه ورجالته بيكسروا المكان علشان يجبروه يوافق على الصفقه، بس شيان بيرفض وبكل شجاعه بيمسك العصايه وبيكسر الكرسي وبيهددهم يدفعوا تمن اللي هم عملوه ما يجوش هنا تاني. بس البلطجي بيبدأ يهدده بإن وراه راجل كبير، وفي نفس اللحظة بيوصل مستر جينج، فشيان بيفهم اللعبة وبيسأل البلطجي هو ده الراجل الكبير، بس السكرتيرة بتشاور للبلطجية يمشوا بسرعة من سكات، ومستر جينج بيقول لشيان أنا جيتلك بنفسي علشان ما جيتليش، فشيان بيرد ببرود وبيقول له محل صغير زي ده ما يلقش بمقامك، فمستر جينج بيفهم ان شيان عاوز يقفل الكلام فبيمشي. وبعدها بنشوف جين اللي بتكون واقفه بره وشافت كل ده وبتسال راجل من المنطقه عن صاحب المحل، فالراجل بيقول لها ده متربي هنا واختفى فجاه من كام سنه ولسه راجع قريب، وهي بتستغرب كان فين كل ده. وبعدها شيان بيدي العمال اجازه وبيرجع البيت، وجين بتواجهه وبتساله انت مش كنت شغال مع مستر جينج في مدينه تانية، وبتقوله انت كنت فين في اخر سنتين، فشيان بيتوتر وبيتشتت وهو شغال فبيجرح ايده بالغلط. وبعدها بنشوف شيان اللي بيكون قاعد مستني جين في البيت لانها باتت بره طول الليل، ولما بترجع الصبح بتطنش اسئلته وبتدخل اوضتها، وبالليل برضه بيتكرر نفس الحوار وبترجع متاخر وهو بيفضل ساكت. وبعدها بنشوف جين اللي بتروح صاله البلياردو مع شيان وبتبدا ان هي تتعلم اللعبه مع شاب بيمرنها، وشيان بيغير وبيدخل يمشي الشاب وبيمرنها هو بنفسه. وبعد ما بيخلصوا لعب بيخرجوا بره وشيان بيقول لها انها لازم تبعد عن الصلاه وعنهم، فبتتعصب وبتقوله انت مش واصي عليا، ولما بترفض يوصلها بتاخد تاكسي وبتمشي.
وتاني يوم الشرطة بتعمل تفتيش روتيني في المحل ومعاهم الضابط اللي رتبته نزلت وبقى موظف تفتيش عادي. وبعد ما بيمشوا شيان بيطلب من صاحبه يونج يبعت سمسار لشقته علشان يعرضها للإيجار، والسمسار بيروح الشقة وجين بتفتح وبتعرف إن شيان عاوز يأجر الشقة، فبتوافق بهدوء وبتفرجوا على المكان، وشيان بيكون واقف تحته ومستغرب من رد فعلها البارد. وشيان بعدها بيدخل الشقة وبيلاقي عيون جين مدمعة، فبيقول لها مش لازم تمشي فورا، بس السمسار بيقطعه وبيقول له دي دمعت من التراب. وفجأة بيدخل سماسرة تانيين وجين بتفرجهم على البيت علشان يلاقوا مستأجر يدفع أعلى. وبعدها جين بتدخل أوضة شيان وبتطلب أوراق الملكية علشان تخلص الإيجار، وهي بتدور بتلاقي صورة قديمة ليهم وبتعمل نفسها عاوزة ترميها، بس شيان بيخطفها منها وبيمنعها، وبعدها بيسألها بالراحة وبيقول لها في ايه، فبتعيط وبتقوله ان هي خسرت شغلها وهو كمان بيطردها. فشيان قلبه بيحن فورا وبيوقف كل حاجة وبيطرد السماسرة وبيقول لها اقعدي براحتك ومش هأجر البيت، فهي بتفرح وبتتأكد ان هو لسه بيحبها وبيخاف عليها. وتاني يوم شيان بيروح يقابل صاحبه وبيديله السي في بتاع جين عشان يشغلها معاه في الشركة، وصاحبه بيوافق يقدمه للقسم بس بيقوله المقابلة عليها هي، وشيان بيثق في قدراتها. وبعدها بنشوف جين اللي بتروح تشتري عفش وترابيزات جديدة للبيت، وبالليل شيان بيرجع وبيتفاجئ بشكل الصالة وبيفتكر نفسه دخل شقة غلط، وبيسألها بهزار انت ضيعتي كل الفلوس. وبعدها شيان بيدخل أوضتها وبيبلغها بميعاد المقابلة، وتاني يوم بتروح وهي متحمسة، بس بالليل صاحبه بيكلمه وبيقوله ان هي ما نجحتش في الانترفيو، ولما بتقابله بيواسيها وبيقول لها الفلوس مش كل حاجة وهي بتبتسم. وبعدها شيان بيجمع عمال المحل وبيقول لهم على قراره الجديد إن المكان هيتجدد بالكامل وهيمنع بيع السجاير والكحول وهيتحول لمركز تدريب بلياردو محترف، وبيقول لهم اللي عاوز يكمل معايا أهلا بيه واللي عاوز يمشي براحته، ومعظم العمال بيمشوا بس هو ما بيندمش. وبعدها شيان بينزل الشارع يوزع إعلانات للمركز الجديد بتاعه، وفي نفس الوقت جين بتروح مركز تعبئة وتغليف وبتتفرج عليه وبتصوره بموبايلها كأنها بتجهز لشغل جديد من وراه. وبعدها بنشوف النور اللي بيقطع في محل تالي وصاحبتها بتبلغها إن الإدارة هتمشيهم أول ما العقد ما يخلص، فتالي بتروح للمدير وبتتخانق معاه وبتهدده وبتقوله أنت ما تعرفش مين حبيبي، شيان ده يبقى حبيبي. فالمدير بيخاف وبيوافق يسيبها في المحل. وبعدها بنشوف جين في التاكسي بتكلم زميلها عن تفاصيل مشروع جديد، وفجأة صاحبة تالي بتكلمها وبتقول لها إن شيان جاب بنت معاه البيت، فتالي بتتجنن وبتروح على شقة شيان فورا، وتالي وجين بيتقابلوا عند الشقة وبيدخلوا يقعدوا سوا، وبتقول لها إن هي حبيبة شيان من 5 سنين، بس بتتلخبط لما جين بتقعد تسألها أسئلة كتير. وفجأة شيان بيوصل وبيتفاجئ بوجودهم، وهنا جين بتصدم تالي وبتقول لها على فكرة أنا أخت شيان وبتمشي. وبعد ما جين مشيت شيان بيزعق لتالي وبيفكرها ان في مسافة بينهم وبيطلب منها ان هي تبعد عن اخته. وبعدها بيروح لجين وبيطمنها ان الاوضة مش بتاعة تالي وبيأكد لها ان علاقته بتالي مش زي ما هي فاكرة. وبعدها بنشوف جين اللي بتروح تلعب مع صاحبتها القديمة وبيتكلموا عن اخبار المدينة وعن مستر جينج، فصاحبة يونج بتشوفها وبتكلم يونج وبتبلغه، فشيان بيعرف وبينزل يروح لها الملعب فورا. وبعدها شيان بيوصل الملعب وصاحبتها بتمشي وبيلعبوا سوا وبيقضوا وقت حلو، بس فجأة جين بتقع ورجليها بتتعور، فشيان بيشيلها وبياخدها على المحل بتاعه، وفي المحل بيطهر لها الجرح وبيبقى عاوز يوضح لها حوار تالي، بس هي بتصرخ من الوجع. وبعدها بيعرض عليها تمسك حسابات المحل عنده بمرتب لحد ما تلاقي شغل جديد، فهي بتوافق بشرط ان هي ما تشتغلش في الاجازة وهو بيوافق. وبعدها عربية مستر جينج بتوصل بره، فشيان بيطلب من جين ان هي تدخل الأوضة جوه وبيخرج يقابل السكرتيرة. وجوه الأوضة جين بتلاقي علبة دواء وبتعمل عنها سيرش على الموبايل، وبتكتشف ان هو دواء لعلاج الاكتئاب، وبتتصدم ان شيان مريض اكتئاب، فشيان بيدخل وبيقول لها ورايا مشوار مهم وبيمشي. وبعدها جين بتطلب خدمة وبتتنكر وبتتسلل جوه مبنى اجتماعات سري عالي الحراسة، وبتنجح ان هي تصور الراجل اللي مع مستر جينج، بس بتلمح شيان واقف معاهم في الاجتماع، وعشان تخرج شيان من المكان بتكلمه في التليفون وبتكذب عليه وبتقوله ان هي اتعورت وهي مروحة ومستنياه. فشيان بيسيب الاجتماع فورا وبيجيلها، فبتقوله حلقي ضاع، فبينزل يدور عليه في الطين تحت المطر وهو خايف عليها. وبعدها جين بتطلع الحلق وبتقوله انا لقيته خلاص، وبتتأثر من خوفه عليها وبتسأله بتعمل معايا كده ليه، فشيان بيبصلها بيأس وبيقول لها انت بتكرهيني قوي، فبترد عليه وبتقول له ايوه. وبعدها بنشوف جين اللي بتروح لشيان علشان يحط لها لزقه مسكنه على كتفها اللي وجعها، وهو بيحط لها بيقول لها بحزن اكرهيني وعاقبيني بس ما تأذيش نفسك، وده بيبين قد ايه انه لسه بيخاف عليها. وتاني يوم يونج بيكتشف ان شيان عنده حمى وسخونيه جامده، فبيديله دواء وبينيمه يرتاح. وبعدها يونج بيروح يتغدى مع جين، وفجأة بتظهر تالي وبتاخد جين معاها يتمشوا، فيونج بيتخض وبيكلم شيان يبلغه،
فشيان بيسوق عربيتها بسرعة وهو تعبان وبيروح لها، وبعدها بنشوف جين اللي الأكل بيقع على هدومها بالغلط من تالي، وتالي بتوطي تنضف لها الهدوم. فصاحبة تالي بتشوفهم وبتفكر إن جين بتذل تالي وبتبدأ إن هي تزعق لها، بس شيان بيوصل وبيدافع عنها، وتالي بتوضح لصاحبتها إن جين أخت شيان، فبيعتذروا وبيمشوا. وبعدها شيان بيوصل البنتين الشقة وبيطلب من جين تدخل جوه علشان يتكلم مع تالي، وبيهددها إن هي لو ما قربتش من جين هينهي العلاقة السورية اللي بينهم تماما. وبعدها صالة البلياردو بتفتح وبتعمل نجاح من أول يوم، ومستر جينج بيبعت له عصاية بلياردو هدية. وبعدها بنرجع فلاش باك لما مستر جينج ضغط عليه يرجع يشتغل معاه في الممنوع، بس مكالمة جين أنقذته وخلته يمشي. وبعدها بنشوف شيان اللي بيكلم شين وما بتردش، وصاحبه بيقوله إن هي في شركة التعبئة مع لجنة مراجعة حسابات. فشيان بيروح هناك وجين بتشوفه وبتلاقيه دايخ ومولع نار من السخونية، فبتاخده بعربية الشركة وبترجع بيه البيت تعمله كمادات. وبعدها شيان بيعرف إن هي لقت وظيفة جديدة وممتازة بمرتب كبير وعربية، فبيتأثر وبيحضنها. وبعدها جين بصفتها رئيسة لجنة النزاعات بتواجه مدير شركة التعبئة وبتجبره بثقة يسلم كل الملفات والحسابات علشان يبدأوا المراجعة، والمدير بيخاف وبيوافق. وبالليل شيان بيروح ياخد جين من الشغل وبياخد منها علبة الملفات يحطها في الشنطة، وفي العربية بيلاحظ إن جزمتها قديمة ومقطوعة وبيتضايق من شركتها اللي مش مهتمة بالأساسيات، وبياخدها فورا محل جزم وبيشتري لها جزمة جديدة. وبره المحل الدنيا بتمطر، فجين بتهزر معاه وبتقوله عاوزة تركب على ظهره، فهو بيشيلها فعلا وبيلف بيها وسط المطر. وبعدها بنشوف جيان اللي بيروح لمستر جينج، ومستر جينج بيعرض عليه وظيفة كبيرة في شركته، بس شيان بيرفض ومن غير تردد، ومستر جينج بيتضايق. وبعدها بنشوف جين اللي بتكون خارجة من عشا شغل مع زمايلها، وشيان بيكون مستنيها بره وبيبقى متغاظ جدا من زميلها الشاب وبيغير عليها. ولما هي بتمدح فيه وبتقول عليه غني، شيان بيقفش وبيقول لها انت بتدوري على عريس، وبيرجعوا البيت وهم متخانقين. وبعدها شيان وجين بيروحوا افتتاح محل الضوافر الجديد بتاع تالي، وجين بتقدم لها هدية. وجوه المحل تالي بتعمل ضوافر جين وبتسألها لو شيان معجب بحد، فبتقول لها ما شفتوش مع حد غيري. وبعدها بنشوف شيان وهو بيحط الهدوم في الغسالة وبيلاقي الكارنيه بتاع شغل جين، وبيتصدم لما بيعرف إن هي شغالة في نفس الشركة اللي مستر جينج عرض عليه يشتغل فيها. ولما بيسألها في الغدا بتقوله عادي الشغل عجبني، ولو تعبت هاجي أشتغل معاك، وبتسيبه وبتمشي. وبعدها الاتنين بيروحوا مهرجان شعبي راحوه زمان وهم صغيرين، وشيان بيتمنى أمنية من قلبه ليها، وبعدها بيوصلها الشغل. وبعدها شيان بيقابل سكرتيرة مستر جينج وبيسألها عن التعيينات الجديدة في الشركة، فبتقوله بذكاء إن التعيينات كانت في شركة تانية عشان تخبي عليه، ومستر جينج بيكلمها فبتمشي. وبعدها بنشوف تالي اللي بيجيلها شحنة للمحل وبتطلع مغشوشة، والدليفري بيرفض إن هو يرجعها لأنها غير قابلة للاسترداد، فصاحبتها بتروح لجين من ورا تالي وبتطلب مساعدتها القانونية، فجين بتوافق. وبعدها جين بتجمع تالي والدليفري في مكان وبتكتشف إن الورق اللي معاه مزور، فالدليفري بيخاف وبيعتذر وبيمشي. وتالي بتفرح وبتشكر جين وبتعرض عليها تعزمها على العشاء، بس جين بترفض بابتسامة وبتقول لها خلي فلوسك لمشروعك. وبعدها جين في التاكسي بتعرف إن المدير الفاسد بيجبر الموظفين يوقعوا على أوراق تصفية حسابات ضريبية مشبوهة، فبتدخل عليه الاجتماع فورا وبتوقفه وبتقوله الحسابات فيها عيوب ولعب. ولما بيطلب دليل بتشغل جهاز تسجيل صوتي بيفتح كل حاجة، وفجأة البروجيكتور في الأوضة بيشتغل لوحده، وبيظهر عليه رئيس جين وهو بيهدد المدير الفاسد وبيقوله لو حصلت أي مشكلة في الإمضاء أنت اللي هتشيل المسؤولية. فالمدير بيترعب وبيتراجع، وبعدها بياخد الموظفين للعشاء. وبعد العشاء جين بتكلم شيان علشان يجي ياخدها، وفجأة بتلمح بلطجية معاهم صورتها وبيدوروا عليها علشان يسرقوا تقرير المراجعة، فبتجري منهم وبتوصل بره، وشيان بيوصل في الوقت المناسب وبيدخلها العربية وبيبدأ إن هو يضرب البلطجية. وبعدها شيان بيمسك واحد من البلطجية وبيضربه بغل لدرجة إن هو كان هيموته في إيده، فجين بتتخض من شكله وبتجري عليه وبتحضنه علشان تهديه ويفوق لنفسه. وبعدها بيروحوا اسم الشرطة والمحقق بيطمنهم إن كاميرات المراقبة أثبتت إن هم في حالة دفاع عن النفس. وهم راجعين في التاكسي شيان بيطلب منها تسيب الشغلانة دي لأن هي خطر، فجين بتتعصب وبتقوله أنت بأي حق تتحكم في حياتي؟ أنت من 6 سنين غيرت كليتي وتخصصي من ورايا ودلوقتي عاوز تتحكم في شغلي. بس شيان بيشرح لها إن هو عمل كده علشان يحميها لأن حياتها كانت في خطر، وبيقول لها أنا مش مهم، المهم أنت تكوني بأمان. فبتقوله أنت ضحيت بحياتك وفاكر نفسك مفيش منك فايدة. وبعدها بنشوف مستر وين اللي بيلاحظ إصابة إيد شيان وبيفكروا إن هو بقاله 3 شهور هربان من جلسات العلاج النفسي، بس شيان بيرفض إن هو يروح، فمستر وين بيهدده وبيقوله خلاص أنا هكلم جين تيجي تقنعك. فشيان بيخاف وبيوافق فورا، ومستر وين بيضحك عليه لأن الحيلة دي دايما بتنجح معاه. وبعدها بنشوف جين اللي بتروح صالة البلياردو وبتكون جايبة معاها غدا للكل، وبتقدم لمستر وين كيس مقرمشات من براند قديم جدا،
فبيقول لها افتكرته اتقفل، فبترد عليه بذكاء وبتقول له الحاجات القديمة طعمها ما بيتغيرش بسهولة، وبتكون تقصد حبها لشيان. وبعدها بنشوف شيان وهو رايح الجلسة النفسية مع مستر وين وهو لابس كاب وماسك، والدكتور بيبدأ الجلسة وبيفكره إن العلاج ده لحمايته لأن حياته في خطر بعد ما بلغ الشرطة وسلم معلومات سرية زمان. وشيان بيفتكر كوابيس وأصوات من الماضي بس بيبدأ يستقر نفسيا. وبعدها جين بتروح تستنى شيان لحد ما يخلص جلسته، ولما بيخرج وبيشوفها واقفة مستنياه بيمسك ايدها وبيمشوا سوا في هدوء. بعد كده شين وشيان بيستمتعوا بجولة على العجلة، وجين بتروح تضغط على صاحب شيان لحد ما بيضطر يحكي لها الحقيقة كاملة عن المعاناة والظلم اللي شافهم شيان في ماضيه وسر علاجه النفسي. وبعدها بنشوف مستر جينج اللي بيقعد مع شيان وبيوريه صور وبيبلغه ان الشركة تحت التحقيق من لجنة مراجعة حسابات من مدينة هير، وبيطلب منه ان هو يتدخل ويمسك الموضوع ده بنفسه. فشيان بيوافق، وبعدها صاحب شيان بيقوله ان جين عرفت كل حاجة عن ماضيه. فلما بيرجع الشقة بيطلب منها ان هي تسيب تحقيق الشركة، فجين بتقوله مش هسألك في حاجة بس عاوزاك تنام مرتاح. ولما بينام بتغطيه وبتقوله بحزن ان هي ما كانتش تعرف انه اتعذب كل ده في حياته. وبعدها بنشوف راجل غريب بيدخل محل تالي وبيرعب الزباين وبيمشيهم، وتالي بتهدده بالشرطة، وفجأة طفل صغير بيجري وبيحضن تالي. وبعدها بنشوف جين اللي بتعزم شيان على مسرحية بس بيعتذر علشان وراه شغل، وبيروح يطرد الراجل الغريب اللي في محل تالي بالضرب. وفي المسرحية جين بتقابل مديرها ورئيس اللجنة شيان اللي جه فجأة، وشيان بيوصل بالعربية وبيقرر ان هو يوصل المدير معاه الفندق. وفي الفندق المدير بيطلب من جين تطلع معاه اوضته علشان شغل ضروري بالليل، وشيان بيغير وبيقلق. وبعد شوية شيان بيطلع يخبط على الأوضة بحجة إنه عامل شوربة في البيت ولو مروحتش حالا هتبرد، فبتاخد بعضها وبتروح معاه. وبعدها بنشوف شيان اللي بيروح ياخد جين من الشغل وبيلاقيها خارجة مع مديرها يتعشوا، فبيقرر يدخل يتعشى معاهم علشان يراقبهم. وهما بيتعشوا بيتصدم لما بيعرف ان جين والمدير كانوا مرتبطين وبيحبوا بعض زمان، فبيكون غيران جدا. وهما راجعين في العربية شيان بيفضل ساكت ومش بيتكلم، ولما بتسأله بيخبي غيرته وبيقول لها انا مالي، المهم ان انتوا سبتوا بعض خلاص. وبعدها بنشوف يونج وحبيبته اللي بينقلوا لشقة ايجار علشان يتجوزوا، واهل البنت بييجوا يرفضوا الجوازة علشان شغل يونج مش مستقر. فشيان بيتدخل بسرعة وبيمثل قدامهم وبيقول ليونج يا فندم يلا علشان وراك شغل في الصالة، وبيبلغهم ان يونج هو صاحب المكان الجديد لصالة البلياردو. واهل البنت بيوافقوا، والصدمة ان شيان بيكتب الصالة ليونج بجد علشان يفرحه. وفي اجتماع مراجعة حسابات الشركة شيان بيدخل وبيفاجئ الكل ان مستر جينج عينه المسؤول عن الاستحواذ على الشركة. فجين بتعرض عيوب وتلاعب الشركة بكل قوة، والمدير شيان بيقرر تأجيل الاجتماع لحد حل المشاكل الداخلية. وبعد الاجتماع شيان بيجيب قهوة للجنة وبيطلب ان هو يقابل جين بره، وبيسألها عن شياكته فبتقرب منه وبتعدله هدومه. وبالليل وهم بره بيشربوا مشروب أعشاب صحاب جين بيجوا فجأة، فشيان بيستخبى. فصاحبتها بتقول إن المدير اشترى شنطة غالية، فجين بتقول دي لعيد ميلاد مامته. فصاحبتها بتستغرب إن هي لسه فاكرة تفاصيل حبيبها القديم، وشيان بيسمعهم وبيكون غيران جدا. وبعدها جين وشيان بيتقابلوا ورا الشركة، بس علشان هما في نفس الشركة ولجنة المراجعة شغالة بيقرروا يتعاملوا كأنهم أغراب تماما جوه المكتب عشان القوانين ومحدش يشك فيهم. وبعدها جين ومديرها بيروحوا المصنع في الأجازة علشان يجمعوا ورق متأخر، وهناك بتكتشف إن المصنع بيشحن إنتاجه كله عن طريق شركة هواي، رغم إن الشركة دي بتتهرب من الطلبيات دايما بحجة إن معندهاش عربيات كفاية، وده بيخلي الشك يلعب في دماغها. وبعدها الدنيا بتمطر وشيان بيوصل فجأة للمصنع وبيلمح لمديرها ان هو وجين بيقضوا الاجازة سوا دايما، فالمدير الغيرة بتاكله. وبعدها بيقفوا عند معبد، وهناك شيان بيكسف جبهة المدير لما بيفكروا ان علاقته بجين انتهت وفشلت خلاص رغم كل الفرص اللي كانت في ايده زمان. وبعدها جين وشيان بيراقبوا شاحنات بتتجمع في مكان مقطوع علشان يغيروا نمر العربية ويزوروا الورق، فجين بتطلع تليفونها وبتصورهم علشان الدليل، بس شيان بيمنعها خوفا عليها وبيطلب منها ان هي تبعد وتقعد مع صاحبتها كام يوم لان العصابة دي لو كشفتها مش هترحمها. فجين بتزعل من تدخل شيان وبتركب عربيتها وبتمشي، وبتقابل مديرها عند محطة البنزين، وشيان بيلمحهم هناك وبيحذر المدير وهو متعصب وبيقوله لو بعت جين لمهمة خطيرة تانية او حصل لها اي حاجة مش هتعرف انا ممكن اعمل فيك ايه. بعدها جين بتبلغ الاسم بنمر الشاحنات المزورة، والشرطة بتتحرك وبتقبض على واحد من السواقين. وبعدها مستر تاو المسؤول عن الشاحنات المشبوهة بيعرف باللي حصل فبيترعب،
وبيلغي كل رحلات الشحن فورا علشان خايف حقيقتهم تتكشف. وبعدها شيان بيتحرك بسرعة علشان يحمي جين، وبيجمع مستر تاو ورجالته وبيقول لهم إن لجنة الحسابات وراهم والتقرير بيكتبوا مستر دي. بعدها شيان بيقعد مع دي لوحده وبيواجهه بمستندات تزوير وتهريب ضريبة توديه في داهية، وبيهدده إن هو هيفضحه لو مستقلش فورا. فالمدير بيخاف على نفسه وبيستقيل. وبعدها شيان بيقابل مستر جينج وبيطمنه إن الشركة في أمان ومحدش هيلمسها، ومستر جينج بيفرح وبيوعده بمكافأة ضخمة إن هو هيعينه رئيس للشركة مكان مستر تاو أول ما لجنة الحسابات تخلص وتمشي. وبعدها الضابط وين بيسلم تقرير سري لمديره في القسم وبيقوله بثقة إنه خلاص كشف سر كبير وخيط مهم يخص القضية. وبعدها بيبدأ فرح يونج وحبيبته وشيان بيكون واقف جنبه، وأثناء طقوس الفرح بيشارك شيان وجين في اللعبة وبيمروا سوا وسط تشجيع وسقفة من الكل. والفرح بيخلص وبوكيه الورد بيطير في الجو وبيقع في ايد جين وسط فرحة الناس كلها. وبعدها بتطلع رحلة تبع الشغل وبيكون طالع فيها لجنة المراجعة ومعاهم شيان. والأجواء بين جين وشيان متوترة ومحدش فيهم عارف يعبر عن مشاعره بوضوح، وجين بتقضي وقت طويل مع مديرها في الكلام وده بيخلي شيان يكون غيران جدا وهم شايفهم قريبين من بعض. وبعدها الفريق بيلعب لعبة صراحة أو جراءة على البحر، ولما بيسألوا جين عن مواصفات فتى أحلامها بتقول عاوزاه شخص أثق فيه ويحارب الدنيا كلها علشاني، وشيان بيكون سامع الكلام ده وساكت. وتاني يوم صاحبة جين وهي بتصطاد كابوريا بتقع في حفرة، ولما جين بتنزل تنقذها بتطلع صاحبتها وبتتحشر هي مكانها. وأول ما شيان بيعرف باللي حصل بيجري بسرعة، وبعد تعب بيقدر ان هو يطلع جين وبيحضنها وهو مرعوب وصوته بيترعش. وبعد ما الدكتور بيكشف عليها جين بتقوله انا رجعت عشان احميك بس دايما بكون سبب مشاكلك، بس شيان بيطمنها وبيقول لها ان هو مستعد يستحمل اي حاجة علشانها. وبعدها بنشوف تالي وهي بتعمل ضوافر لمرات يونج وبتدردش معاها وبتسألها لو شيان مرتبط، بس ما بتلاقيش إجابة. وبعدها في الغدا تالي بتسأل يونج بشكل مباشر هو جين وشيان مش إخوات حقيقيين صح؟ وبتقول تفتكر في حاجة بينهم، بس يونج بيبهرها برد دبلوماسي وبيقول لها إنه ما يعرفش أي حاجة. وبعدها بنشوفهم وهم راجعين بالتاكسي وشيان بيدخل يقعد معاهم وبيحاول يخلي المدير يقعد قدام، بس المدير بيرفض. فجين بتنهي الحوار وبتقعد هي قدام. وفي الطريق شيان بيفكر المدير ان الفندق بتاعه في اتجاه تاني، فالمدير بيرد عليه بان هو هيوصل جين الاول وبعدين يروح. والغيرة بتاكل شيان للمرة المليون. وبعدها جين بترجع الشقة زعلانة وبتفتكر ذكرياتها مع شيان ومرات مستر وين. وبالليل شيان بيصحى يلاقي الشقة غرقت مية بسبب شباك مكسور، فبيقعد يساعد جين في لم المية ومن كتر التعب بيناموا هما الاتنين سوا على الكنبة. وبعدها بنشوف الشرطة اللي بتفتش شاحنات مستر جينج في كمين بس ما بتلاقيش حاجة مشبوهة لأن التخطيط كان مظبوط والصفقة بتتم بنجاح. بعدها مستر جينج بيشوف صورة لشيان وجين سوا وبيحس إن وجودها هيعطل شيان عن إنه يكون تبعه، فبيقرر إن هو يبعت لجين عزومة عشاء علشان يهدد شيان بشكل غير مباشر. وجين فعلا بتروح العشاء رغم محاولات مديرها بإنه يمنعها. وفجأة شيان بيقتحم العشاء ومعاه إزازة مشروب وبيمثل إن هو جه بالصدفة، ومستر جينج بيمدح فيه قدامها بس في وسط الكلام بيديله تحذير وبيقوله اشتغل بذمة وإلا أختك مش مضمون هتفضل في الشغل لحد إمتى. وشيان بيضطر إن هو يوافق علشان يحميها. وهم راجعين شيان بيتخانق معاها بسبب إن هي راحت لمستر جينج وبيبدأ يلم هدومه علشان يسافر في مهمة خطيرة تبع الشغل، بس جين بترفض وبتقفل الباب وبتقعد على السرير وبتقوله مش هسيبك تمشي، انت قلت الكلمة دي من 6 سنين وما استنيتكش ترجع. فشيان بيطمنها وبيقول لها هرجع بسرعة، بس بيغفلها وبيمشي الساعة 4 الصبح وهي بتراقبه من الشباك بحزن. وبعدها شيان بيروح مكان مهجور يقابل بلطجية علشان يستلم البضاعة، بس بيرفض ان هو يخلص الصفقة قبل ما يعاين بنفسه فبيضغطوا عليه. وفي نفس الوقت جين بتكلم الشرطة وبتبلغ عن خناقة وبتديهم نمر العربيات واسم شيان علشان تحميه. والشرطة بتهجم فجأة وشيان بيلم الموضوع وبيقول لهم ده فحص بضاعة تغليف، فالشرطة بتاخدهم للتحقيق والبلطجية بيمشوا. وبعدها شيان بيكتشف من المحقق وين إن البضاعة اتنقلت لمكان تاني عن طريق النهر، ولما بيسأله انت جيت بدري ليه المحقق بيقوله جالي بلاغ بخناقة. فشيان بيفهم فورا ان جين هي اللي بلغت علشان تنقذه. وبعدها بيرجع البيت وبينادي عليها وما بتردش، وبيفتح الدولاب وبيلاقيها لمت هدومها وسابت البيت وسافرت في رحلة شغل مع لجنة المراجعة ومديرها. وبعدها بنشوف جين اللي بتروح الفندق مع فريق المراجعة والمدير بيطمنها ان هم معاها في نفس الدور لو احتاجت حاجة. وفي نفس الوقت تالي بتروح لشيان البيت وبتسأله عن جين، فبيقول لها ان هي سافرت في شغل. فتالي بتقول له انا جايه وعاوزاك في موضوع مهم قوي.
وبعدها بتقعد مع شيان وبتقوله إن هي عارفة اللي بينه وبين جين، وبكل شجاعة بتعترف له بطلبها ومشاعرها ناحيته، بس شيان بيرفضها بكل ذوق وأدب وبيقول لها إن مشاعره ليها مش كده. فتالي بتقوله إن هي كانت عارفة الرد بس كان لازم تريح قلبها، وشيان بيطمنها إن هي لو احتاجت أي مساعدة في أي وقت بابه مفتوح ليها. وبعدها المحقق مستر وين بيطلب من شيان إن هو يركز في مراقبة العصابة ويسيب الباقي عليه. وبعدها مستر جينج بيقعد مع شيان وبيشكره لأن بفضله الشاحنات وصلت بأمان والشرطة ما مسكتش حاجة، وبيسأله أنت بجد في صفي؟ فشيان بيرد عليه بذكاء وبيقوله أنت شايف إيه؟ فمستر جينج بيأكد له إن هو واثق فيه وبيديله تقرير لجنة المراجعة اللي مسبب لهم قلق. وفي أوضة الاجتماعات شيان بيناقش التقرير وبيقول إن فيه نقط ضعف، بس جين بترد بكل قوة وبتقول إن كل حرف كتبته صح وصادق ودي مسؤوليتها علشان تضمن مصداقية الشركة. ولما شيان بيكلمها على انفراده وبيسألها ليه مضت على التقرير بنفسها علشان تتحمل المسؤولية لوحدها، بتقوله أنا عارفة أنا بعمل إيه وما بقتش جين الضعيفة بتاعت زمان اللي محتاجة حمايتك. وبعدها جين بتقعد تتغدى مع المحقق مستر وين وبتلمح له إن مديرها هو اللي بعته يراقبها، بس المحقق بيضحك وبيقول لها مديرك ما عندوش الشجاعة إن هو يمشيني، وبيقول لها أنا هنا بمزاجي. ولما بتسأله هما بيعملوا إيه في الشركة، المحقق بيسألها لو شيان دخل أكاديمية الشرطة واستحمل الأذى والوجع علشان هدف كبير هتلوميه، فبتقوله لو الهدف صح عمري ما هلومه لأني واثقة فيه وبخاف عليه. وبعدها شيان طول الليل مش عارف ينام وبيفتح بروفايل جين وبيلاقي صورها اختفت، فبيجيله رعب ان هي عملت له بلوك، وبيكلم صاحبه اللي لسه متجوز جديد في وقت متأخر علشان يتأكد البروفايل ظاهر عنده ولا لا. فصاحبه بيشتمه وبيقول له ما تصحوناش في وقت زي ده وبيقفل السكة في وشه. وبعدها بنشوف ام جين اللي بتروح لبيت شيان وبتسأل على بنتها، فبيقول لها من هنا ورايح يتكلم معاها بره. وشيان بيلومها بكل قسوة وبيقول لها لو كنت خايفة عليها بجد ما كنتيش سبتيها وعيشتيها في وحدة طول طفولتها. فالأم بتعيط وبتقول أنا مش جاية أطلب حاجة، أنا عايزة أشوفها بس. وبتسأله أنتوا لسه بتمثلوا إنكم إخوات؟ فبيرد عليها وبيقول لها بعد كل اللي حصل جاية تفهمي غلطتك بعد فوات الأوان، وبيسيبها وبيمشي. وبعدها بنشوف جين اللي بتكون مخنوقة، فمديرها بيطمنها وبيقول لها إن انسحاب طرف معين مش معناه خبر وحش، بس جين بتكتشف إن الشركة مخبية عجز مالي ضخم وتلاعب في الحسابات، وبتفهم إن مستر جينج واقع تحت ضغط كبير وهيضطر ياخد خطوة غبية ومخاطرة علشان يداري على الفضيحة دي. وبعدها أمها بتروح تشتري غويشة دهب لجين وبتفتكر ذكريات ليها زمان. وبعدها جين بتقابلها ببرود تام وبتقول لها قولي اللي عندك بسرعة، فأمها بتفكرها بيوم لما جابت درجات نهائية في المدرسة وخدتها تاكل برجر، فجين بتصدمها وبتقول لها فاكرة طبعا، وفاكرة كمان إنه جالك تليفون وسبتيني لوحدي ومشيتي قبل ما أخلص الأكل. فأمها بتقول لها أنا جاية أشوفك بس، فجين بتقول لها شفتيني خلاص تحبي أطلب لك تاكسي يرجعك، بس أمها بترفض وبتمشي. وبعدها بنشوف جين وهي ماشية ورا أمها وبنرجع فلاش باك وهي صغيرة وبنشوف إن هي كانت بنفس الطريقة بتجري وراها وهي صغيرة. وفي الحاضر أمها بتدخل صالة ألعاب وبتحاول إن هي تصطاد لعبة، ولما بتفشل جين بتيجي وبتصطادها بسهولة وبتديها لها، فأمها بتفرح وبتقول لها كنت بتحبي اللعبة دي زمان، بس جين بترد عليها ببرود وبتقول لها ده كان زمان، أنا دلوقتي كبرت خلاص. وبتبين قد إيه إن طفولتها ضاعت. وفي المطعم أمها بتطلع غويشة دهب وبتديها لها وبتقول لها وعدتك بيها زمان ولما بقى معايا فلوس جبتها، بس جين بترفض وبتقول إن في حاجات لما بتضيع ما بترجعش. فأمها بتعيط وبتقول لها إن هي بقت لوحدها تماما. فجين بتسألها بحزن انت جاية علشان مفيش حد جنبك وعايزة تسندي عليا، بس أمها بتلبسها الغويشة بالعافية وبتقول لها أنا مش ضعيفة وعندي بيتي. وبعدها جين بتاخد أمها وبتوديها الفندق وأمها بتترجاها تقعد معاها شوية، بس جين بحجة الشغل بتستأذن وبتأكد إن هي ماشية. وقبل ما تخرج أمها بتفكرها إن ذكرى وفاة جدتها قربت وعاوزاها تسافر معاها، بس جين بتسيبها وبتخرج من غير ما تتكلم. وبعدها بنشوف جين اللي بترجع الشقة مع مديرها وبتتفاجئ بتالي لابسة تيشيرت شيان ومعاها طفل صغير، والمدير بيمشي علشان ما يحرجهمش، وتالي بتحاول تشرح لجين إن مفيش أي حاجة بينهم، بس جين بتبين قمة النضج وبتقول لها تنشف شعرها وتطلب أكل دافي للكل علشان المطر. وبعدها جين بتقعد مع تالي وبتسألها عن الموضوع، فتالي بتحكي لها إن طليقها بيطاردها وبيعمل مشاكل في المحل بتاعها وما بتلاقيش حماية غير في مجمع شيان السكني لأن الأمن بيمنعه. وتالي بتعترف إن شيان طيب جدا وبيتظاهر بالقسوة بس بياخد الغلبان تحت جناحه، فجين بتبتسم وبتقول لها طول عمره كده.
وبعدها بنشوف طليق تالي اللي بيجي يكسر الباب وبيصرخ وبيحاول يقلب الناس عليهم ويقول عاوز ابني. فشيان بيخرج وبيرش عليه ميه وبيطرده، بس الراجل بيبدأ يكلم الطفل، فتالي بتخرج وبتتخانق معاه وشيان بيبقى عاوز يضربه، بس جين بتمسكه وبتتدخل بذكاء قانوني وبتسأله عن عقد الجواز وتحليل الدي ان ايه، ولما بتكتشف ان هو عاوز فلوس بتهدده بطلب الشرطة فورا وبتتصل. فالراجل بيخاف وبيهرب، وبعدها كلهم بيقعدوا ياكلوا والطفل الصغير ببراءة بيشاور على أمه وبيقول ماما، وعلى جين بيقول طنط، ولما شيان بيسأله أنا إيه فالطفل بيقوله أنت حبيب طنط. فكلهم بيقعدوا يضحكوا، وبالليل جين بتنام جنب تالي والطفل، وتالي بتحكي لها إن هي ضحت بحلمها علشان تربي ابنها وما مشيتش ورا شغفها بس مش ندمانة. فجين بتتأثر وبتقول لها ابنك حظه حلو إنه عنده أم زيك، لو أمي كانت نصك ما كنتش عشت طفولة بالحزن والوحدة دي. وفي نص الوقت شيان بيمشي في الممر وبيفتكر لما كان بيحط سدادات ودن لجين زمان وهي صغيرة علشان ما تسمعش صوت خناق أهلها. وتاني يوم جين وشيان بيفطروا سوا وبتسأله ليه ما قالهاش إن أمها زارته، فبيقول لها ما كنتش عاوزة أقلقك. فجين بتقوله وهي متضايقة إن هي هتسافر مع أمها ترجعها بلدها، بس مش هتشيل مسؤوليتها لأنها أصلا مربتهاش. فشيان بيكون مصر إن هو يسافر معاها علشان ما يسيبهاش لوحدها. وبعدها بنشوف جين والمدير اللي بيسافروا طيران لمقر شركة اللعب للتفتيش، وبيدخلوا محل لعب وبيقارنوا أرقام التشغيل وبيلاحظوا إن الأرقام على اللعبة مش متطابقة مع أوراق المصنع. فالبياعة بتشرح لهم إن الكود بيبين خط الإنتاج، وجين بتبدأ تمسك أول خيط لعملية النصب المالي. وبعدها بنشوف شيان اللي بيكون قاعد مع صاحبه يونج في الكافيه، وصاحبه بيضحك عليه وبيقوله الوقت بطيء من غيرها، وبيقعد يديله نصايح ازاي يصالح جين بالهدايا زي ما بيعمل مع مراته. بس شيان بيكون محبط وبيقول ان جين ملهاش في الجو ده وان ذوقي في الهدايا مش حلو. وفجأة بتيجي مرات صاحبه وبتمسكه من ودنه وبتجرجره وكلهم بيفضلوا يضحكوا. وبعدها بنشوف شيان اللي بيكون قاعد مع اصحابه، فلين بتديله نصيحة ذهبية عن الجواز والعلاقات، وبتقوله إن الارتباط غير الجواز، والجواز مسؤولية ولازم تبدأ بالحاجات الصغيرة، وبتخليه يكلم جين في التليفون وبيطمن عليها. وبعدها أول ما شيان بيرجع البيت بيجيله تليفون من زميلهم في الشركة وبيبلغوا إن والدة جين أغمى عليها في الفندق وودوها المستشفى. فشيان بيكلم جين وبيلاقي تليفونها مقفول، فبيطلب من زميله يكتم على الموضوع ويوصل هو المستشفى فورا. وبعدها الدكتور بيخرج يفاجئ شيان بالخبر والصدمة وبيقوله إن الأم عندها سرطان في المرحلة الرابعة والمتأخرة، والورم انتشر في الرئة والكبد، والدكتور بيأكد إن أيا كان العلاج فالأمل ضعيف جدا ولازم يستعدوا لأسوأ الاحتمالات. فشيان بيرفض إن هو يبلغ جين بالتفاصيل المرعبة دي في التليفون وبيطلب منها إن هي ترجع بس. وبعدها جين بتوصل للمستشفى وهي مرعوبة بس بترسم البرود قدام أمها، بس أمها بتقول لها أنا كويسة وهخرج بعد يومين. فجين بتقول لها إن هي هتحجز لها ممرضة خاصة لأنها مش فاضية من الشغل. ولما أمها بترفض جين بتقول لها ببرود يا تقبلي يا إما ترفضي، دي حاجة ترجعلك. وبعدها بنشوف شيان اللي بيعمل تحريات وبيكتشف ان ام جين اتجوزت راجل تاني وجابت منه ولد، بس جوزها طلقها وسابها لما اتزنق ماديا ومقدرش يصرف على علاج السرطان اللي ملوش تأمين. فامها ما كانتش جايه ان هي تأذيها، وكانت جايه علشان حاسه ان ايامها معدوده. وبعدها بنشوف جين اللي بتقعد مع الدكتور وبتتفاجئ بالحقيقه ان امها مش محتاجه ملاحظه يومين، دي بتصارع الموت والسرطان اكل العظام والكبد والرئه. فجين بتمسك التقرير وايديها بتترعش وبتستوعب ان امها بتموت خلاص. فجين بتنهار من جواها بس بتاخد قرار ان هي تاخد اجازه من الشغل وبتقرر تقعد تحت رجلين امها وتاكلها بنفسها. ولما امها بتقول لها الفلوس اهم من القعده جنبي، جين بترد عليها وبتقول لها الفلوس طول عمرها اهم حاجه عندك. فامها بتقول لها وهي حزينه الست من غير فلوس تسوى ايه. وبعدها شيان طول الليل بيفضل قاعد جوه عربيته تحت المستشفى ومش راضي ان هو يمشي علشان يفضل قريب من جين لو احتاجت اي مساعده او سند في اي لحظه. وتاني يوم جين بتصحى وما بتلاقيش امها على السرير، فبتجري تدور عليها هي وشيان في كل حته، وبتتفاجئ بيها واقفه قدام مرايه حمام المستشفى بتحط روج. فامها بتقول لها بنظره حزينه مش عاوزه اموت وانا شكلي عيان وضعيف، عاوزه اموت وانا حلوه ومش على سرير المستشفى. وفجأة جسم أمها بيبدأ إن هو ينهار وبتقع، فجين بتلحقها وبتاخدها في حضنها وأمها بتموت بين إيديها. فجين بتصرخ وبتعيط وبتنهار، وكل سنوات الغضب والزعل بتتنسي في لحظة الوداع. وبعدها بنشوف شيان اللي بيمسك تليفون جين لما المدير بيتصل وبيطلب لها أجازة يومين للظروف العائلية الصعبة. وبعد ما بيقفل بياخد جين في حضنه وبيواسيها بكل حنية، وبيبدأ بنفسه يجهز كل حاجة لعزا أمها. وفي العزا بيدخل شوية بلطجية وبيعملوا دوشة وبيطالبوا بفلوس، وبيقولوا إن أم جين كانت ماضية وصل أمانة ب300 ألف وسابت الدين وراها. بس شيان بيتصدر لهم وبيقول لهم إن العزا ليه حرمته، وجين بتاخدهم بره علشان تفهم منهم.
وبره جين بتطلب إن هي تشوف العقد، فبتكتشف إن الفلوس المطلوبة ربا وفايدة غير قانونية، فبترفض إن هي تدفع. فالبلطجي بيجي يرفع إيده علشان يضرب شيان، بس شيان بيمسك إيده وبيوقفه. وفجأة بيظهر المحقق مستر وين بكارنيه الشرطة وبيجبر البلطجية إن هم يهربوا وهم بيهددوا. وفي اجتماع الشركة مستشار العصابة بيحاول إن هو يماطل وبيطلب تأجيل تقرير المراجعة المالي شهر كمان بحجة مشاكل بسيطة، بس جين بترد بكل قوة واحترافية وبتقول أنا مراجع مالي وما أقدرش أعطل التقرير ولا خالف القوانين. وشيان بيدعمها قدام الكل وبيرفض أي ضغوط. وبعد الاجتماع شيان بيروح لجين وبيديلها شوكولاتة وبيأكلها بإيده، وبيفاجئها إن هو حجز تذكرتين وخد أجازة علشان يسافروا سوا لبلد أمها. والمدير بيشوفهم من بعيد وبيكون غيران جدا. وبعدها وهم في التاكسي بيسألها لو عاوزة تزور أي حد من قرايبها، فجين بحزن بتقوله مفيش غير خالة واحدة بس رمتني وأنا صغيرة ورفضت إن هي تستقبلنا، وناس زي دي ملهمش لازمة في حياتنا. وبعدها جين بتروح المقابر وبتحط رماد أمها، ولما بتخلص بتنهار من العياط وبتقول لشيان أمي سابتني ومشيت خلاص بجد. فشيان بياخدها في حضنه وبيطبطب عليها. وبعدها وهم قاعدين ياكلوا في مطعم جين بتهزر وبتقوله ايه رأيك نفضل عايشين هنا. فشيان بيعجبه الاقتراح وبيقول لها ونفتح محل صغير 24 ساعة انت تمسكيه بالنهار وانا بالليل، ونحط كمان سرير في المخزن علشان نوفر الإيجار ونفضل مع بعض. فجين بتضحك وبتكون فرحانة بالفكرة. وبعدها وهم بيتمشوا في الشوارع عين جين بتيجي على سلسلة فضة رقيقة وبتفضل بصلها بإعجاب من غير ما تتكلم، وشيان بيلمح نظرتها وبيفهم إن هي عجبتها. وبعدها بنشوف شيان اللي بيطلع السلسلة اللي عجبت جين وبيلبسها لها بنفسه. فجين بتسأله بفرحة انت اشتريتها امتى، فبيبتسم وبيقول لها سر، بس اوعدك اني هفضل جنبك ومش هسيبك ابدا ايا كانت الظروف. وبعدها بنشوفه وهو بيوصل جين للشركة، وفجأة بيجيله تليفون تهديد مرعب من راجل مجهول وبيقول له انت دمرت مستر جوي وانا هسقيك من نفس الكاس وانتقم منك. وفي نفس الوقت شخص مجهول بيروح لصالة البلياردو بتاعت شيان وبيولع فيها، وجين وهي شغالة بيجيلها اتصال مرعب من يونج وبيبلغها ان صالة البلياردو بتولع وشيان محبوس جواها. فجين بتسيب اللي في ايديها وبتجري زي المجنونة، واول ما بتوصل بتقتحم المكان وبتدخل وسط النار والدخان وهي بتصرخ باسمه، بس الناس والشرطة بيسحبوها لبره بالعافية. وبعدها بنرجع فلاش باك لسنة 2005 لحظة الحريقة القديمة اللي عملها مستر جوي في المبنى اللي كانت شغالة فيه خطيبة المحقق مستر وين. وشيان ساعتها حاول ان هو يدخل وسط النار وينقذ خطيبة وين، وهي بتنزف قالت له سيبك مني وخبي الملفات في صندوق المية بتاع الحمام. فشيان خبى الملفات بس النار حصرته وما قدرش ينقذ خطيبة وين اللي ماتت محروقة. وبنرجع تاني وبنشوف المطافي اللي بتنجح في السيطرة على حريقة صالة البلياردو وبتطلع شيان صاحي. فجين بتاخد نفسها وبترتاح، وبعدها بينقلوه للمستشفى فورا. واول ما بيفوق جين بتاخده في حضنها وبتفضل تعيط. وبعدها بنشوف مستر وين اللي بيجي المستشفى وبيفضل يهزر مع شيان، وبعدها بيطلب من جين ان هي تجيب له ميه علشان يتكلم مع شيان لوحده، وبيقول له انت ايدك مصابه جامد ولازم تقعد 3 ايام تحت الملاحظه، والا كل ما الشتا يجي هتحس بوجع ما يطقش طول حياتك. وبعدها جين بترجع بالميه وبتمنع شيان ان هو ياكل الفراخ المحمره وبتقول له مفيش اكل تقيل لحد ما تخف خالص. فشيان بيستسلم ومستر وين بيضحك وبيقول له يا بختك عندك اللي يخاف عليك كده. وبعد ما بيخرج من المستشفى بيرجعوا البيت وايديهم في ايد بعض وبيحتفلوا بالخريف. وبعد العشاء جين بتروح تغسل الاطباق، فشيان بيتريق عليها وعلى لبسها. وبعدها جين بتساله اتمنيت ايه لما كلنا، فشيان بيقول لها امنيتي الوحيده اكون معاكي وعايشين في سلام. وتاني يوم بتصحى وبتلاقيه صاحي، فبتقوم تحلق له دقنه علشان ما يجرحش ايده المصابه. وبعدها بنشوفهم وهم بيتمشوا مع بعض الصبح، وشيان بيحكي لها عن مقابلته الجايه مع المحقق مستر وين علشان يفتحوا قضيه الحريقه القديمه، وبيشرح لها ان الحريقه ما كانتش مجرد حادثه، دي كانت مدروسه علشان يلبس الجريمه لموظف غلبان ويغطي على العقل المدبر الحقيقي. فبعدها بنشوف جين اللي بتروح قسم الشؤون الإدارية تطلب ملفات سرية بحجة إن مديرها طلبها، ولما الموظف بيتردد بتطلب منه يكلم شيان المسؤول عن القسم، فشيان بيدي الموظف أوامر فورية بالموافقة، فبتاخد جين الملفات للأوضة وبتصورها بالموبايل وبتبعتها له بسرعة. وبعدها بنشوف جين اللي بتقعد مع المدير وبيكشفوا لعب الشركات، وإن الشركة بتغطي خسائرها من ميزانية شركة الاستثمار كأنها بتستلف من حد علشان تدفع لحد. بس جينج عاوز يفتح خط تهريب تجاري غير قانوني جديد ومحتاج يغطي العجز فورا ومستعد يضحي بأي حد. وبعدها شيان بيكتشف إن السواق القديم والأمين واخد أجازات كتير، ومعظم السواقين الخبراء اختفوا واستبدلوهم بسواقين جديد تبع المستشار تاو، وفي نفس الوقت الميزانية طالع منها تريلات بدون إذن واضح. وبعدها بنشوف شيان اللي بياكل مع السواق بي، والسواق بيجيله مغص شديد في بطنه.
فشيان بيجري بسرعة علشان يجيب شنطة العلاج، فبيتفاجئ إن الشنطة فيها دبدوب قماش. فالسواق بيتوتر وبيقوله لقيته في السكة وخدته لبنتي، بس الوجع بيزيد وبينقله للمستشفى فورا. والدكتورة في المستشفى بتحذرهم وبتقول إن كرات الدم البيضاء عند بي وقعت خالص، وده بسبب تعرضه لمواد كيميائية ومشعة خطيرة بقالها شهر. وفي نفس الوقت المحقق وين بيقطع الدبدوب وبيطلع منه مادة الجرامينيوم اللي بتكون نادرة ومحظورة عالميا. والشرطة بتعمل كمين على الطريق، وسواق من بتوع تاو بيتوتر أول ما بيشوف الكمين وبيهرب، بس الشرطة بتطارد التريلات وبتقبض عليه. وفي التخشيبة بيبدأ إن هو يعترف بكل حاجة للمحقق وين. وبعدها بنشوف جينج اللي بياخد جين وشيان علشان يلعبوا بلياردو، وبيلمح بغرور عن حادثة السفينة الغرقانة زمان. فجين بتمثل الزعل والغيظ من شيان إن هو خبى عليها موضوع سفره. وفي البيت بيعلوا صوتهم في البلكونة وبيمثلوا إن هم اتخانقوا علشان يعموا عيون الجواسيس بتوع جينج. وبعدها رجالة العصابة بيبدأوا يراقبوا الفريق وبيحطوا جهاز تتبع تحت عربية المدير، ومجهول بيراقب تحركاتهم. وفجأة وهم شغالين في المقر النور بيقطع تماما. وبعدها بنشوف زينج والمستشار تاو وهم بيتكلموا عن رفض فريق التدقيق والمراجعة إن هم يكملوا شغلهم وانسحبوا رسميا. فجينج مش بيتفاجئ وبيخطط إن هو يجيب فريق مراجعة جديدة علشان يزور التقرير لصالحهم. وبيأكد لتاو قانون السوق وبيقول له يا إما تلعب كده يا إما هتموت. وفي حفلة الشركة السنوية جينج بيقول خطاب وبيعلن عن مكافأة شيان ب5% من أسهم الشركة، وبيفكر الكل بليالي شيان المأساوية والجروح اللي في جسمه. وفي نفس الوقت بنشوف المدير اللي بيبلغ فريق التدقيق إن هم يوقفوا مراجعة الشركة مؤقتا، بس جين بتكون مصرة إن هي تكمل باقي الخيوط. وبعدها بنشوف جين اللي بتروح السجن تقابل السواق المقبوض عليه، وبتقدر إن هي تقنعه يكشف السر. وبيقول إن في 2006 الشركة كانت هتفلس وما عندهاش بنزين، وفجأة ظهرت فيها ملايين غامضة بعد التزوير وإعلان اختفاء مستر جي. وده كشف إن جينج زور الميزانيات علشان يستدرج المستثمرين. وبعدها بنشوف جينج اللي بياخد جين المطار بنفسه وشيان بيودعها، وهي بتقوله المرة الجاية لما نتقابل هتكون كل الضلمة والغموض اختفى. وبيكون في إشارة لاتفاقهم السري على كشف جينج. وبعدها جين بتقتحم اجتماع لجنة المراجعة وبتشغل تسجيل اعترافات السواق من السجن. ولما مونيكا بتشكك وبتعتبر التسجيل مش دليل قانوني، جين بتبهر الكل وبتطلع وثيقة رسمية ومختومة من إدارة السجن بتاخد الصفة الرسمية للاعتراف. وبعدها جين والمدير بيقعدوا يقارنوا الأرقام والتواريخ، وبيكتشفوا إن الفلوس اللي اختفت مع مستر جي سنة 2006 هي نفسها اللي ظهرت فجأة في حسابات جينج. يعني الموضوع مش مجرد تزوير، ده غسيل أموال وجريمة اقتصادية كبيرة. وبعدها المدير بيسأل جين بغيرة وبيقول لها ليه اخترتي شيان مش أنا؟ فجين بترد عليه بصراحة وبتقول له أنا وأنت مش شبه بعض، عمليين وطموحين جدا ومحدش فينا هيقدر ينزل دفاعاته للتاني. أنا محتاجة حد يحطني في أولوياته فوق أي حاجة تاني. وبيتفقوا إن هما يفضلوا صحاب. وبعدها الشرطة والمحققين بيلفوا الشباك حوالين جينج اللي بيحضر لعملية تهريب ضخمة بالليل. وجينج بيعين شيان مسؤول مباشر عن خط النقل، وجين بتروح تطلع مع قوات الشرطة في المداهمة، بس مستر وين بيرفض علشان خطورة الموقف. والقوات بتتحرك علشان يقبضوا على جينج متلبس. وبعدها بنشوف مستر جينج اللي بيطلب من شيان ان هو يتحرك معاه، وبنرجع فلاش باك لجينج وهو بيفتكر كلام العرافة عن ثروته، وبنعرف حقيقة ان ثروته جات من التخطيط للخداع والتهريب الضريبي مع مستر جي اللي لبسه كل التهم وضحى بيه علشان يستفرد بالملايين. وعند نقطة التفتيش المستشار تاو بيلمح الضابط وين، فبيتوتر وبيعمل حادثة بالعربية علشان يشغل الشرطة ويدي فرصة لجينج ان هو يهرب. فجينج بيفهم ان الطريق مقفول وبيطلب من شيان ان هو ياخد طريق تاني، لكن الشرطة بتمسك تاو وبتحجز الشاحنات. وبعدها بنشوف جين اللي بتلمح عربية جينج وبتبدأ ان هي تطاردها وتحدد موقعها للشرطة. فجينج بيشك ان شيان هو اللي بلغ عنه وبيتعصب جدا وبيطلع سكينة وبيضربها في رجله. ولما جين بتقف بعربيتها قدامهم علشان تمنعهم من الهروب، جينج بيكسر عليها العربية وبيخبطها جامد. ورغم اصابتها بتمسك تليفونها وبتتصل بشخص وبتديله الموقع بالظبط علشان يقبض على جينج. وبنكتشف ان الشخص ده هو مستر جي نفسه اللي اختفى من سنين. وبعدها بنرجع فلاش باك لليلة الحريقة لما مستر جي هدد شيان بسكينة علشان ياخد المذكرة، وشيان اشترط ان هو يديله فلوس الاول. وبعدها لما شيان وصل جين للمطار، رجالة مستر جي خطفوه ودوه بالعافية لجين. وبعدها بنرجع تاني وبنشوف جينج اللي بيجر شيان المصاب لمكان مهجور وبيسأله بغل ليه غدرت بيا. فشيان بيرد عليه وبيقوله عشان عمري ما هكون زيك ولا بضيع أرواح الناس علشان الفلوس، وبيفكروا بخيانته لصديق عمره مستر جي. فجينج بيعترف ان هو اتخلص من كل الشهود ومش باقي غير شيان ولازم يموت. بس قبل ما جينج يطعن شيان بتدخل جين وبتضربه بخشبة على راسه علشان تنقذه.
فجينج بيزقها وبيحاول إن هو يخنقها بحبل، بس شيان بيفك إيده ورغم جروحه بيتخانق مع جينج علشان ينقذها. وفي لحظة هروب جينج بيظهر مستر جي فجأة وبيطعنه بسكينة علشان ينتقم لسنوات الظلم والاستغلال، وشيان بينجح إن هو يسحب جين وينقذها. وفي نفس اللحظة بتوصل الشرطة وبتسيطر على الموقع وبتقبض على جينج ومستر جي سوا، وبعدها بينقلوا شيان وجين للمستشفى علشان يتعالجوا. وفي المحكمة شيان وجين بيقفوا بكل ثبات يقدموا أدلتهم وشهاداتهم بعد ما خفوا تماما، وشيان بيكشف حقيقة الإتجار بالبشر اللي اتعرض لها في 2008، وجين بتقدم التلاعبات المالية والجرائم. والقاضي بينطق بالحكم النهائي بالسجن مدى الحياة لجينج ومستر جي، وأحكام بتوصل ل 15 سنة لجميع أعضاء الشبكة والمستشارين. وبعدها بنشوف جين اللي بتعرض على شيان أوراق بيع البيت القديم وبتسأله بابتسامة ايه رأيك تبدأ معايا حياة جديدة وتاخد بالك مني وانا اتكفل بيك. فشيان بيوافق وبيضحكوا سوا. وبعدها بنشوف الضابط وين اللي بيروح يقف قدام محل الفساتين اللي كان هيشتري منه فستان فرح خطيبته المتوفية، وبعدها بيروح يزورها في المقابر وبيحكي لها بكل مشاعر إن العدالة اتحققت وإن جينج وجي خدوا جزائهم. وبعدها بنشوف شيان اللي بيودع صحابه وبيوعدهم إن هو هيزورهم في كل مناسبة وراس سنة، وبيسافر مع جين لمدينتها وبيرفضوا إن هما يشتروا عربية علشان يفضلوا يركبوا الموتوسيكل سوا زي زمان. وبعدها شيان بيبهر زميلات جين في شغلها بجماله ولطافته، وبيعترف لجين إن هو كان بيتتبعها من بعد أيام الكلية بس كان خايف إن هو يعطل نجاحها، وبيعترف لها بحبه وإن هي بيته وسكنه الوحيد. وفي الجيم والجامعة الصحاب بيسألوهم عن الجواز، فشيان بيضحك وبيقول إحنا عيلة واحدة من زمان أساسا، وبيعرض عليهم مشروعه الجديد إن هو يفتح صالة بلياردو ضخمة ويبدأ بيها حياته المستقلة. وفي يوم بنشوف جين اللي بتعترف لشيان وبتقوله أنا مرجعتش علشان الشغل، أنا رجعت عشان أنقذك زي ما أنقذتني وأنت صغير وتكون مبسوط. فشيان بيحضنها وبيعترف لها إن هي كانت الملاك اللي رجعله حياته. وبيخلص المسلسل. وبس كده، ما تنسوش تقولولي رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. باي باي.